طيب اهلا بيكم في حلقه جديده من بودكاست حنيكه سينمائيه فارغه اللي هو بعد رمضان. بس عشان ما انا مبسوط قوي معلش. اول ما الشاب يشرب مش مبسوط دي عشان رمضان خلص، مش مبسوط. لا هو دي الحلقه اللي بتراب اب احداث رمضان بشكل كامل ومليئه بالمفاجآت اللي هتعجبكم ان شاء الله. حلوه دي. حلوه دي. احنا بودكاست حنيكه سينمائيه فارغه. احنا مين؟ عشان أنا اتخنقت من السؤال ده. احنا مين؟ لسه جاي أنا الصبح. والله لازم اكون حد لسه مسؤول السؤال ده والله الصبح على لازم تيك توك. والله لسه جاي لي الصبح. برضه تاني اه انتوا مين تاني؟ لا هو حد تاني كان انتوا مين؟ والله في واحد هو حد تقريبا كان بيكومنت كومنتس عاديه لحد ما تقريبا قلت على المسلسل عاجبه ان هو مش عاجبني، فقال لي انت مين؟ انتوا مين؟ هو غير رايه. ما هو انا في هو واحد هو, هو ما كان في هو كان قابل، هو كان كويس بعدين صرف نظر هو صرف نظر. انت مين بقى؟ انا كنت أقول لك سايبك لا 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 ترغي. لا لا لا. تمام تعالى بقى. انت مين؟ تعالى انت مين؟ بقى. يلا انت مين؟ طيب احنا مين؟ انا شهاب، ده استاذ احمد نصار. احنا ولا حاجه، احنا اتنين جايين ننظر انا بنظر عشان في واحد دخل كتب لي، والله اصل في واحد دخل كتب لي ولا وده ايه ده مصر اصرار، ده دخل بعتها لي دي ام، مش كتبها في كومنت، ده دخل بعتها لي قال لي مش حاسس ان انت قاعد بتنظر كده؟ لا هو ده اسمه نقد مش تنظير. ما بس دي هو الفكره. لا ما technically- لا 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 بص لا, بص بص لا ما دي الفكره. طب انا بقول انا بنظر ما دي الفكره. تعال نتكلم مره واحده جد عن الموضوع ده بسرعه. لو تسيب لي ثانيتين يا جماعه، ده اسمه ايه؟ ده اسمه نقد. بس ما هو اتكلم يا اسطى بس هو كان نقد. نادي لما اتكلم جد جاب ده نتيجه. ده وكان نقد. لما نصار لا. اسمه ايه لا. كمان اتكلم جد جاب نتيجه. مش هيجيب نتيجه. انا فاهمك بس خليني اقولها. يعني ده يا جماعه اسمه نقد، بس ده مش نقد اكاديمي 100%. ليه؟ ما حدش فينا احنا الاثنين درس نقد. احنا الاثنين دارسين حاجات في السينما بس مش نقد، فده مش نقد اكاديمي. ده ممكن تقول عليه ان هو رايح زاويه جماهيريه اكتر. هتلاقي فيه زاويه اكاديميه من ناحيه الحاجات اللي احنا عارفينها. يعني انا مثلا فاهم اخراج حبتين، فهتلاقيني ممكن باجي على المخرج او بسترس على المخرجين شويه، لان انا ممكن اكون فاهم هو خد دي ازاي، عمل دي ازاي. شهاب بيذاكر تمثيل اكتر، فبيبقى عنده كومنتس اكتر عن الممثلين. فلو حد عايز بجد ياخد الكلام بجد، هو ممكن يطلع ان هو نقد غير اكاديمي. لو انت عايز بجد تعرف احنا بنعمل ايه، احنا انا بس عايز اوضح حاجه عشان ما تفهمش غلط. انا مش بذاكر تمثيل ممثل، انا بذاكر توجيه ممثلين. ده اللي انا بذاكره يعني. بس ما علينا. تمام. عشان بس ما حدش يخش على سكتش عندي يقول لي طب ما ده اجزاء انا اللي اكتر بحاول اذاكر وبحاول اخد ورش تمثيل وتصوير واخراج والحاجات دي كلها. من الاخر ده عباره عن ايه؟ النقد الاكاديمي ده في كونتكست ايه؟ هو فعلا كونتكست مكالمه تليفون بكلمها انا وشاب بالليل. ايه رايك في مسلسل كذا؟ وبنقعد نرغي وبنقعد نسرح في الكلام. فقررنا ان احنا نحول هذه المكالمات الى كونتنت. عشان كده هتلاقوني مثلا كنت اقول لكم قبل كده انا باجي مش محضر، لان هي مكالمه تليفون بالنسبه لي، فالموضوع بالنسبه لنا ألذ واخف من كده بكتير. انا باجي محضر يعني عارف وحازق وكاتب. اعتبرها قعدة رغي عن مسلسل وعايز يخش في الكومنتس يقول لي انا شايف كذا وانا اقول لك انا شايف كذا. يا اسطى انت بنهزر يا معلم. دقيقتين يلا بقالك دقيقتين بتتكلم وبتقنع. يا اسطى احنا بننظر. طب يلا احنا نبتدي. بننظر. اعمل انلايك. يلا نبتدي. احنا انلايك. اعمل انلايك. قبل ما نبدا نحب نقول ان معلش بس اكمل النقطه المهمه بتاعتي عشان دي ايدنتي. لو انت شايف ان انا بحقد على حد، شايف ان انا نفسي اكون مكان حد، شايف ان انا اسود وجواه جاي لابس لك اسود، فيعني انا يعني مفيش فيجوال موتيف اكتر. مفيش فيجوال موتيف اكتر من كده. مفيش فيجوال موتيف اكتر من كده. انا اسود من جوه ومن بره. اقول لك على المهم اقول لك على تريفيا. قول. انا عندي 2 من التيشيرت ده مش حاجه في حياتهم غير ان هم اليوتيوب وتيك توك وكده. هم تيشيرتات ما انا تصوير. اخدت بالي من الموضوع ده. انا بعمل الصندوق باخد بالي المهم والله لا اقول له طب اشتري لبس. طب انت ساكت في مش عارف ايه طب هات لبس يعني. انت لو خدت بالك مره كنا بنتكلم كول قبل واحنا بنجهز، انا كنت لابس تيشيرت ابيض قلت لك استنى قمت البس تيشيرت التصوير يا نجم. المهم قبل ما نخش في موضوعنا عايزين نقول ونقعد نعيد ونزيد زي كل مره ان المقاطعه شرف، المقاطعه واجب. قاطع. احنا بعد رمضان قاطع ما تبقاش يعني لا بس يعني نخش في موضوع المسلسلات. قبل ما نخش بس انا عايز اقول حاجه بسرعه. انا كنت جاي بقالي يومين بحزق ان انا عايز اهزر على اللي حصل في العطار في حلقه 29. وانا الصراحه مش عارف اهزر على يعني حاسس ان اللي حصل لوحده هو هزار كفايه. انت بعت لي وبعدين عارف اللي هو ايه. انا فعلا ما عنديش رياكشن اقوله. انا شفتها وما جاليش. انا مش عارف. انا فاكرها. انا ما عنديش غير رياكشن من 3 حروف. انا افتكرتها برومو. كبرومو حبيت فكرتها اصلا. انا افتكرتها برومو مش مش within context المسلسل. وفتحت الكومنتس على تويتر او على اكس بقى اسمه اكس، لقيت الناس بتقول يا جماعه ده برومو، فقلت والله لو برومو لذيذ بتاع. بعدين لقيتك باعت لي بتقول لي ده جوه المسلسل، قلت لك يا عم ده برومو.
يا عم بطل الترامادول ده برومو يا اسطى، ده برومو. بعدين لقيتك ده جوه بتقول المسلسل ده جوه المسلسل. 29 اخر حلقه 29. لو حد شاف احنا بنكمل ايه، روح مسلسل العتاوله اخر حلقه 29. انا شوف العهر اللي هو ما تنسوش غير بعهر. شوف العهر اللي حصل. انا اسف في لفظي يعني. في حد كتب تويت عن الموضوع ده، قال لك الناس اللي عجبها اللي اتقال في الحلقه 29 هي نفس الناس اللي عجبها وبرضه استشهد بحاجه وحشه قوي، بس مش عارف ليه تاهت من دماغي. عايز ابعت لك التويت ده. انا فاكر اقول لك ايه, إيه؟ لما حد بينادي اسمه يعني اسم ممثل لما باسمه اشرف عبد الحقيقي في الباقي المسرحيه بينادي قال لك نفس الناس في اللي مسرح مصر. اللي بتضحك على ان اشرف عبد الباقي بينده على الممثلين باسمهم على المسرح. انا بحب اشرف عبد الباقي جدا على فكره، بس معنى ده موضوع تاني. مش لازم تديسكليمر. هي نفس الناس اللي عجبها البتاع ده. انا مش عايز اجادج الناس عامه، بس انا عايز اقوله ان لا انا بجادج الناس. دي فكره انا لا اللي انا حصل بجادج فكرة الناس. وحشة. يعني لو اي حد شايف، انا بجادج الناس عادي. لو حد شايف ان اللي حصل في مسلسل على 23 دوت اوف يا لهوي، ده ايه العبقريه دي يعني، غالبا انت هتتضايق مننا، فاعمل انسبسكرايب يا ريت، اعمل لي ديسلايك بالمره وخش اشتمني بالمره يعني بس الكريترز كلها بتقول لك اعمل لايك وسبسكرايب، الا شهاب بيقول لك اعمل لايك وان سبسكرايب وخش اشتمني. لا انا مش عايزك معلش يا صاحبي، مش هنسلك مع بعض صدقني. انت هتتخنق مني وهتكتب حاجات انا هتخنق منها، فمالهاش لازمه يعني. المهم فالعتاوله كنت بجد عايز اتريق عليه، بس انا ما عنديش تريقه. ودي حاجه بتحصل انا مش عارف في ايه اوحش من كده او مش في ايه اوحش من كده. انا مش عارف اقول غير هي وحشه لدرجه ان هي ملهاش يعني. هي وحشه لدرجه ان هي مفيش احنا بعد رمضان، فانت ما تقلقش انا هتايد كل ده يعني. سيبني اخد راحتي وهتايد كل ده، ما تقلقش كل ده يعني هيقلب بودكاست. حاضر. عايز اخش على امبراطوريه ميم بسرعه كده. انا خلصت امبراطوريه ميم. عايز اقول ان امبراطوريه ميم اكشلي احسن مما توقعته. امبراطوريه ميم من ناحيه السرد مش يعني، امبراطوريه ميم بيحكي احلام الحشاشين من الاخر. امبراطوريه ميم مستوى التعقيدات، ولا باظ مستوى التعقيدات فيه كويس. انا كنت قلت ان انا متهكم على نور النبوي، لان بعدين مش شفتوش حاجه، بس انا متهكم مجرد ان هو ابن خالد النبوي، فانا اللي هو لا انت وحش لحد ما تثبت العكس. لا نور النبوي اثبت العكس في امبراطوريه ميم. انا دلوقتي شاري نور النبوي جدا، شاري ان هو ممثل شاطر جدا. الواد شاطر فشخ ما شاء الله عليه. في الاول ما كانش بيه اي حاجه، في اخر كام حلقه في كام مواجهه. لو فاكر انا في اول حلقتين قلت لك انا مستغرب ان انا كنت بدافع لك عنده، وبعدين حاسس ان هو يا رب هيكسفني. انا عمال اقول لشهاب اتفرج لا اتفرج، وبعدين عارف لو اتفرج لا يا اسطى في مواجهات بينه في الاخر كده وحاجات. فاكر ما كنت بقول لك الحلقه اللي فاتت ان الممثل تعرف لحظات الانهيار، لحظات الضعف، لحظات الانهيار بتاعته. لا انا اشتريت. على فكره اللي انا عارفه ان هو برضه خلاص يا معلم دارس كتير. اللي انا عارفه ان هو ما باين لا باين ما فيش اوفر اكتنج. ما انا بحترم قوي اي ممثل ما بيوفر اكتش. تعرف الممثل دارس من ان هو ما بيأفورش. ما علينا. المهم نخش على كان بس حاجه في امبراطوريه ميم. دافي شاعري بنسبه كبيره، ودي حاجه ممكن تكون حاجه سيئه بالنسبه للناس لكني انا متقبلها. ممكن يكون في بعض اللحظات الكوميديه سخيفه، بس هو مفهوم لانه بيخاطب كل الاجيال، فلازم يدي كوميديا هتبان لجيل سخيفه وهتبان لجيل اكبر مني شويه كويسه، وفي كوميديا انا شايفها لطيفه بتبان لجيل كبير سخيفه. فهو انت معلم. انت معلم قوي في الجمله دي، انت معلم قوي في الوصف ده. انا متفاهم لان انت ايه، انا عارف القط ايه اللي موجه ليا وايه اللي مش موجه ليا. فاللي مش موجه ليا بعدي، الموجه ليا لا بقعد احكم عليه. ولو بحكم عليه مش اقول ان هو كوميديا بس، ببتسم. ده يعني انا ضحكت في اسمه ايه امبراطوريه ميم اكتر من ضحكت في خالد نور وراد نور خالد. طيب تعالى احذف لك واحده بما انك خليني بس اقول حاجه في الاخر. النهايه خليني بس اقول حاجه حاجه بس في الاخر سريعه معلش. النهايه شعريه بنسبه كبيره جدا، جميله من ناحيه المواجهه اللي في الاخر. يا جدعان هو ما خلاهوش يقف كلايماكس بتاعه، هو مجرد فكره، مجرد حاجه كده يعني حاجه فكره شعريه كده. انتوا عايزين تاخدوا البيت ومعاكم عقد مزور وانا مش عارف اخد حقي في المحكمه، فانا افضل قاعد في البيت دوت ومش هسيبه عشان ما تعرفوش تهدوه عليا يعني. معلش عشان بس الواد والله انا عارفك باسمك ماشي. الواد بتاع ده اسقاط عن القضيه الفلسطينيه يا جماعه معلش انا عايز اقول حاجه. لا معلش عايز اقول حاجه. كثره المساس تزيل الاحساس، دي حاجه يعني مش اي حاجه نشوفها فيها بيت وواحد بيطلع من البيت ده اسقاط. المخرج هنا بيوصل اسقاط، مش اي حاجه يا جدعان. الواد ده لما ببقى متخيله والله العظيم متخيله هو ماشي في الشارع كده ولا واحد بيعزل. اقول لك على حاجه
انا هنا ممكن اعرضك في النقطه. هو مش اسقاط على فكره، بس هو اقول لكم على حاجه. المسلسلات دي تصويرها بيبتدي فعلا اراوند شهر 10. قد يكون فعلا بعض الصناع جم على النهايات اللي هم عاملينها، وزي ما تقول ايه، من الاحداث اللي شافها وكده طلعت له فكره، او طلعت له زي ما تقول استوحى غصب عنه من ده، فده دخل في ده. فهي مش اسقاط صريح، ممكن يكون فعلا في بعض التبني الفكري من طبيعه الاحداث اللي بتحصل. هي كده كده السينما، ما السينما بتاخد منين غير من اللي بيحصل حواليك. كلام جميل. انا فاهم مش قصدي؟ مشكلتي مع السينما يا فانا لا, نصار، لا بس انا اسقاط اسف معلش صريح انا ما اعتقدش ان الناس دي كانت قصدها اسقاطات طيب صريحه. انا مش مشكلتي لان هو اسقاط. اصلا حتى التوقيت ما بالراحه، ما المسلسلات دي بتيجي راح تصورها في هركز 10. لا انا بتكلم دلوقتي تكنيكال. تصوير مسلسلات رمضان بيبتدي شهر 9 و10. الاحداث دي سيبك من كانت التكنيكال في يا اخر باشا. 10. فاهم؟ يا باشا مم. يا باشا، هو لو قلنا ان هو فعلا اسقاط صريح في مرفريه ميم، انا ما عنديش مشكله يا باشا، اسقاط صريح. بس انا اللي بتكلم فيه ان يا جماعه ما تخلوش الموضوع مايع. ما تبقاش ماشي في الشارع يا احمد سبايدر جيلك، يا احمد سبايدر جيلك، ما تبقاش ماشي في الشارع شايف واحد بيعزل تقف تقول قضيه فلسطين. مش بتكلم هنا كسينما، ما تخلوش الموضوع مايع، ما تخلوش اي حاجه. القط عشان الموضوع هيموع، ويعني حجم الاهميه والقراصه اللي حواليه هيبدا يروح واحده واحده ويتماي كده. هتخففوا ميه، فما تخففوش ميه الله يخليكم. بلاش شباب، وما بتثبتش حاجه لما بتلقط الاسقاطات ده يعني. يا عمر ابو المجد جيلك انت. المهم انا مش عارف، انا بص، انا في بريك وسط الشغل، فانا متعصب اصلا من حاجات في الشغل، فانا طيب بيطلع دلوقتي. أنا آسف. تعالى عايز برضه عايز اخش دقيقه كده على مسلسل كوبرا بسرعه سريعا كده. اتفضل هراب اتفضل. كوبرا هو اللي انا قلت عليه، هو المسلسل الفن اللي كوميديته في اول 5-6 حلقات ما كانتش بتجيب بنسبه كبيره، بس احداثه سريعه والدنيا فن وبتاع. في النص التاني من احداثه من بعد الحلقه السابعه ليفل العبط زاد بدرجه مش طبيعيه، وليفل الكوميديا زاد معاه بالمناسبه. وكم التعقيدات اللي الكتاب او الكاتب حطها على شخصيه كوبرا خرجت المسلسل بره النطاق بتاعه. ده مسلسل اكشن كوميدي لذيذ. انت عملت لكوبرا تعقيدات تاخدك لدراما صريحه، وده خلاه هو بيلم الدنيا في الاخر وصل لمرحله العبط. بس هل ده معناه ان انا بقى واقف بنتقد كوبرا مسلسل غير قابل للنقد في النقطه دي لسبب صغير، لسبب مهم. يا جماعه احنا بننتقد حاجه بننتقدها على وزنها. هو مسلسل خفيف وتافه، فما ينفعش اجي دلوقتي انتقده عشان ممكن حد يفهم من كلامي لما انا عندي كوبرا بسرعه، واجي مثلا اجلد مسلسل تاني ومسلسل حلو يفهم ان انا بقول كوبرا احسن. يا جماعه لا. ما لا، انا عارف انت بتتكلم على المسلسل اللي هيتجلد دي الحقيقه. ايوه انت هيتجلد لان هو حط نفسه في الحته دي، فانا حاسبه على المكان اللي هو حط نفسه بالظبط. فيه. انا مهدي قالها زمان، والله بحب محمود مهدي قوي. قال لك مره انا عجبتني قوي، قال لك المسلسل او الافلام بتتعامل معامله رياضه البودي الويت ليفتنج. انت بتختار الوزن اللي هتشيله وبتقيم على اساسه. انت اخترت وزن تقيل تتقيم على اساسه، انت اخترت وزن خفيف تتقيم على اساسه. كوبرا اختار وزن خفيف قوي، تمام. اختار اخف وزن في دراما المسلسلات، وزن تمانيناتي كده قدم من زمان ما بقاش ينفع يتقدم وبتاع. فلما نقارنه على الحته دي، على حته ال4 من 10، هتلاقيه كويس فيها. ده اللي انا بقوله عليه كمسلسل يعني. بس كتجربه عامه والله مسلسل لذيذ بيضحك شويه. اخر كام حلقه الدنيا كانت عبيطه كده وما كانتش ألذ حاجه في الدنيا، بس اول كام حلقه الدنيا كانت سريعه. فهو يعني اعتقد الناس اللي كملته مش هتبقى مبسوطه بيه قوي في الاخر، بس انا ستيل عند رايي في ان هو مسلسل كوزي كده، او مش كوزي، مسلسل خفيف. اما ما حبيتوش قوي. اخر حاجه خلصتها عامه، تعرف انا بحب ايه من ايه المسلسل اللي بفتحه الاول؟ هو اخر مسلسل اتفرجت عليه، كنت سايب منه حلقتين كمان، بس كملته والدنيا مشيت يعني. خش على اللي بعده. طب تعالى بقى نخش على المسلسل اللي انا يعني عرفت ان انا مش خلاص مش قادر استحمله لما بقيت بغصب نفسي ان انا اتفرج عليه عشان نتكلم عنه، وهو بدون سابق انذار. بدون سابق انذار. ده بدون احنا سابق هنختلف اختلاف وجهات نظر دلوقتي مش يلا، طبيعي. بودكاست وصل ساعتين. يلا البودكاست دخل في ساعتين. احنا كنا قايلين مش يلا. هنطول. ليه يلا، البودكاست دخل في ساعتين. قول لي ايه مشكلتك يا مسلسل؟ بص يا باشا، انت طلعتني على ما فيش. انت في الاول خليني اديني دقيقتين اوضح فيها عشان تفهمني بشكل كامل قبل ما تبدا ايه تهاجم. معاك. انت في الاول قدمتني رتم سريع جدا، وقدمت لي مستوى التواءات قاسي جدا. انا كل حلقه وحلقه لو تفتكر من اول 3-4 حلقات انا كل عم تخلص الحلقه مش طبيعيه. ايه ده؟ انا عايز أنا حلقه كنت زي فاكر ان ده. احنا انا مش عارف احنا رايحين فين. تمام. انت قعدتني اول 4 حلقات رتم سريع جدا، احداث كتيره كبيره بتحصل، انا حاسس ان انا مضغوط وانا بتفرج على الشخصيات دي وهي بتمر بكل ده في نفس الوقت دوت. انا انتنس جدا، متوتر جدا. مستوى الالتواءات اللي بتطلع، البلوت تويستات اللي بتطلع في الحبكه عالي شيق.
وكل ما المسلسل بيفهمني هو رايح في اتجاه بيقوم واخدني في اتجاه تاني. انت عملت ده اول 4 حلقات، وبعد كده ما عملتش ده تاني. انت قعدت من الحلقه الرابعه لحد ما خلصنا انت ماشي في سكه واحده، اللي توقعته لقيته، رتمك بطيء بطيء ممل. يا اسطى امسك الحلقات من ال10 ل13 وقول لي كل حلقه انت طلعت منها بايه معلومه مهمه. بطيء لحد ما لقينا الواد احنا ماشيين ببطء، وانا عمال اقول ايه، اصل خد بالك البيس بتاعك كمسلسل انت اللي بتحددهولي في الاول كمخرج، فانت كمخرج حددت لي بيس سريع جدا وبعدين نزلت عنه. انت لو كنت مستوى الالتواءات اللي حصل 4 حلقات دي وزعتها على المسلسل كان هيبقى رتمه احسن بكتير قوي. يعني لو كان التواء بلوت تويست جامده في الحلقه الاولى وبعد كده نعيش فيها حلقتين وبعد كده الحلقه اللي بعديها بتاعت حلقات بلوت تويست تانية، كان المسلسل رتمه احسن. لكن انت جبت كل التواءاتك رحت مديهم لي طق 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 في الاول عشان تخليني هوجد ان انا اتفرج. تمام انت خليتني هوجد، عملت لي صم نيل فاجر، انا قلت يا نهار اسود ايه ده اللي جاب محمود مهدي مع محمود الفسخاني اللي اجيب منه فسيخ، شطط على محمود الفسخاني بحبك. ايه اللي جاب ده هنا يا لهوي، ده صم نيل لازم اخش اتفرج. وبعد كده قعدت يا مسهل اكيد في حاجه، ها ماشيين في سكه اهو وكل اللي توقعته لقيته. فلا بدون سابق انذار انا عايز اقول ان هو وحش، مش بس عادي وحش، لانه كان ممل جدا 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 وعامل لي معامله فيديو اليوتيوب اللي عايز يجيب رجلي ان انا اتفرج ويهكني ان انا اكمل لحد ما اقدر وخلاص. ولو تفتكر المره اللي فاتت انت اللي قلتها بلسانك، قلت لك الريتم هدي، قلت لي ما هو بيهدي عشان هيعلى تاني، قلت لك لو معليش تاني انا هنفخه، وانت قلت لي لا 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 هو بيهدي عشان يعلى تاني اهو معليش تاني. فضلنا لحد حلقه 15 ما عليناش، وحتى الريفيل حتى الكلايمكس السر اللي كشفناه الموضوع سلس قوي يا اسطى. الموضوع ما فيهوش تعقيدات، ما فيهوش يعني في واحده اتخانقت وبتاع وبعد كده الست لما عرفت راحت. طيب انت انا بديت كحاجه انتنس وبعد كده انت هقول بس يعني هقفل كلامي. انت بديت كمسلسل فهمتني ان انت مسلسل مليان بالصراعات، مليان بالالتواءات، مليان بالمشاكل والضغط وحاجه انتنس جدا، وبعد كده ابتديت مشاكل بيناقش ديبست مشاعر للشخصيات وبيستكشف بكل بطء كل شخصيه في الموقف دوت كبني ادم هتبقى حاسه بايه ومش عارف ايه. كمان ده كلام انا كنت ممكن اقدره لو انت من الاول فهمتني ان احنا هنا، ما انا جاي لك بقى لكن في انت الكلام. ضحكت انا عايز عليا. انا عايز اقول لك بقى ايه. انا هعترض معاك 100%، مش 100%. انا هوافقك في حاجه مهمه قوي، وهي مشكله بدون سابق انذار. بدون سابق انذار عنده مشكله على فكره، هي فعلا مشكله كاتب ومخرج، هي مشكله اختيار، هم اختاروه مش مشكله اتفرضت عليهم اطلاقا. هو اختيار الجانرا بتاعه المسلسل، مش اي حاجه تانية من وجهه نظري. مش الريتم، مش الحاجات، لان هجي لك دلوقتي في حاجات تانية كتير، بس تعالى نبتدي بس في حته الجانرا دي سريعه. مشكله بدون سابق انذار هو في اختيار الجانرا بتاعته. هو مسلسل غير رمضاني، يعني بطبيعه مسلسلات رمضان ده مسلسل حاول يقدم التواءات، وهو في الحقيقه طلع ما عندوش التواءات، هو او عنده التواءات اللي هي الخفيفه. ده مسلسل لو تيجي تركز في احداثه هي قصه شخصيات زي ما انت قلت، احنا خدنا هي قصه شخصيات، ودي الجمله اللي عايز اقول لك من ساعه ما ابتدينا. اكتشفنا بعد كده ان دي قصه شخصيات، ودي غلطتك، لان انت لما فتحت لي ما قلتش ان دي قصه شخصيات، انت قلت لي تعالى ده احنا ايه، احنا ريفيل وثريلر وبنكشف حاجه ومش عارف ايه وبتاع. ده خطأك المرير ان انت فتحت لي مسلسل كده. ده مسلسل عن قصه شخصيات، ده مسلسل بياخدك في قصه حسن ومراته بعلاقته مع اولاده، قصه اب بيتحط في موقف مش حلو، قصه ام قدامها الابن اللي هي ما خلفتوش اللي بيموت مش عارف ايه، قصه طفل بيحاول يتفاعل مع حاجه هو ما كانش متوقع ان هي تحصل له، قصه عم مش قادر يقدر اللي ولاده فيه، عكس ابنه طلع نقيضه 100%. قصص شخصيات كتير قوي موجوده، وكتير منها اتحكى. معلم من الاركس الجانبيه صاحبتها اللي هي اللي ما اتجوزتش، قصه وارك وكاركتر وديفلوبمنت وارك كامل وفي فينالي، معاك كل الشخصيات وصلت فينالي. متفق. الزوجه زوج مرات حسن باخوها باختها التانية، كميه شخصيات بكميه قصص شخصيات. ودي الحته يمكن اللي انا حاببها قوي في المسلسل، ان كل الشخصيات دي اتعملت حلو. يعني عارف اللي هو ايه، رينج معاك من حلو لحد حلو قوي. الديفلوبمنت بتاع اسر ياسين كشخصيه، والديفلوبمنت بتاع حسن او مش الديفلوبمنت بتاع حسن، خلينا نقول نقطه الكونفرونتيشن اللي وصل لها حسن مع نفسه، الشكل اسمه ايه ده، القصه بتاعت الطفل الصغير اللي بيتقبل مرضه، وزي ما قلت لك ياسر ياسين. كل دي قصص شخصيات حلوه قوي، وكل دي اتعمل فيها كل حلقه. انت بتقول احنا طلعنا بالحلقه بايه، انت بتدور على المعلومه بتاعت الحلقه، لان ده مسلسل ثريلر، ده مسلسل يعني
شايل توستايه، مع ان انا فعلا دي غلطته هو، لان انا المفروض ما ادورش انا طلعت من الحلقه بمعلومه ايه، المفروض اشوف انا اتفرجت على ايه في الحلقه، لان كل حلقه من الحلقات اللي رتمها ممكن ارجوبلي نقول عليه ان هو مش حلو او رتمه بطيء او رتمه مش كويس. تعال نشوف الكاركترز دي بتعدي بكميه تقلبات في نفس الحلقه غير طبيعيه، من يمين لشمال، من هو هيتجوز اسمها ايه اللي خلاص احنا ما ينفعش كده عشان ولادك وانت ممكن تكون في كايند اوف ريباوند، من مراته اللي بتفتكر ان هم كويسين بعدين بيرجعوا مش كويسين، من آسر ياسين نفسه اللي مع مراته في وقت من الاوقات بيحس ان هم كويسين وبعدين بيرجعوا تاني مش كويسين، بعدين بيبقوا كويسين، بعدين وصولا بالام. حتى سبب تبديل الاطفال انا بجده منطقي جدا، واحده خلفت 5 عيال وماتوا، امها ممرضه ايوه مش مشكله، منطقي للحظه ما، منطقي عشان كده بقول معاك. لك حتى دي منطقيه، بس هي مشكله في ان انت وعدتني وعد غلط. لقيت ان بنتها ممكن يجي لها فرصه ان هي ما تتحرش نفس الحلقه تاني وما تخسرش ورث و فبقرر ان هي تاخد القرار الاسوأ في حياتها. وحتى الحل بتاعه انا بجد ان هو حل كوزي وجميل قوي، وده الحل اللي انا عارف اللي هو انا نفسي فيه، وانا عارف ان المسلسل مش جاي كفايه ان هو يقدمه، ولقيت المسلسل قدمه واتبسطت ان يا جماعه ما هو ده الحل خلاص. هو الحل ان هم هيتقبلوا ان هم كلهم يبقوا اسره واحده كبيره، الحل ان فعلا ان آسر ياسين ومراته هيسكيب مشاكل كتير وفي بعضها اتحل. مشهد وآسر ياسين بيتكلم عن الثيرابي بتاعه تحس الدنيا بينهم هديت شويه وفضلت ولع، الشخصيات وصلت لمرحله ديفلوبمنت منطقيه من الاحداث. مسلسل شخصيات حلو قوي، مشكلته انه وعد غلط، ودي اللي يمكن الحاجه اللي هتخلي ناس كتير تتضايق منه، واعتقد انت منهم، هو وعد الغلط. لو مسلسل بره رمضان بيحكي لي قصه الكاركترز دي والله من احلى ما يكون، لان هيبقى في الاخر انا استفدت ايه؟ انا اتفرجت على شخصيات، اتفرجت على قصصهم وقصص فيها مناخيري اهي، واقعيه. مناخيري يا اسطى يا اسطى، مناخيري اهي، بهرش مناخيري، بهرش مناخيري يا رصان، مش شايفك مناخيري اهي، مسحول، مناخيري اهي. عايز يقول لي ان البتاع يا جماعه هشرح لكم الموضوع، اقفل بس الريك. هو انا ماشي. الريك عندي ظاهر ايه؟ آه. استنى يا عم استنى، ده 24 دقيقه انا شايف طب غلط. ما انا يا عمال نهار اقول أسود، لك وانا ببص على الساعه عندي. ده انا اسف، انا اسف. بص يا جماعه بس في امر اللي حصل، انا اتفقت مع الراجل ده ايه، ان انا بدل ما كل مره بقعد اقول له يلا نقفل الكاميرا ونرجع تاني، ان أنا لما تقول نقطه عشان ما اقطعكش هرش مناخيري، لما تشوف هرش مناخيري افهم ان انت كده بتسرق، ان انت كده محتاج تقفل بسرعه عشان نقفل الريك. اللي بيتفرج هو شايف ده اللي انا اتفقت معاه فيه. انا عمال اعمل كده، انا عملتها مره لقيتك مكمل، وانا شايفها 24 انا شايفها 28، فعمال اقول الكاميرا هتوصل وانت بتتكلم. انا ده كده اي راب ده بدون سابق انذار عامه بالنسبه لي، ما اعرفش انت تتفق ولا لا فبس يعني عشان تتفق، كده ما اعرفش انت تتفق ولا لا. انا زي ما بقول لك، انا معاك ان هو وعد غلط، بس انا هرجع تاني اقول مسلسل انا شايف شخصيات ده لا شخصيات حلوه جميله، انا مش جاي اتفرج على شخصيات، انت قدمت لي حاجه ما وفتش بيها خلاص، ما دي بقى انا بحاسبك على اللي انت بتعمله. ما هي غلطته هو في ده بالنسبه لي يمكن سبب في كافي، ده بالنسبه لي سبب كافي يخليني اقول ان المسلسل وحش، لان زي ما قلت لك امبراطوريه ميم، على فكره امبراطوريه ميم على مستوى امبراطوريه ميم اصلا مش مسلسل فيه كليف انجر وشايكو بتاع، بس هو من الاول عرفني ان انا هنا، فانا جدا. خلاص بقيت قاعد بتفرج عليك وانا مش بدورش على حاجه في الحلقه، ما هي ما بدورش على مين من الشخصيات مخبي ايه. هي دي بقى النقطة، في اللي هيتقبل ان المسلسل ضحك عليه في الاول، انا تقبلتها لان انا اتبسطت بالشخصيات، وفي اللي زيك ومن حقه مش هيتقبل. انت ليه تضحك على افرض يا عم أنا انا مش ما بحبش متقبل. اتفرج على شخصيات، ليه تنصب عليا؟ يا عم لا انا بحب بس انت ما فهمتنيش كده، ما بقول لك فانا واقف لك. فاهم قصدي؟ فانا معاك ان طبيعي ان في ناس تتضايق من اللي حصل، طبيعي الناس تحس ان انا اتضحك عليا، انا اتغفلت وانا ما كنتش المفروض اتغفل. بس على ناحيه تانية انا بقول لك انا كواحد انا تقبلت الموضوع عادي، فهمت او انا فاهم نقطه ان احنا داخلين رمضان ومحتاجين هوك، تمام. ما بحبسهاش، مش شايف ان ده كان تصرف صحيح، تصرف فعلا قلل من المسلسل كتير وحطني في تنشن مبالغ فيه في الاول، وانا المفروض ما اتحطش في التنشن، انا المفروض فعلا اجت انجيجد واركز مع الشخصيات، وده انا اصلا كنت فاكر ان انا هشوفه من البرومو ده. انا لما دخلت اتفاجئت قلت ايه ده، احنا داخلين على سسبنس وهنخبي بقى وريفيل وتويستات وبتاع، بعدين رجعنا تاني لنقطه البرومو، لا هو مسلسل الشخصيات. طب ليه؟ طيب زي ما خلاص احنا كده، انا فاهم وجهه نظرك وما عنديش اي كاونتر ارجيومنت انت بتقوله، انا فاهم انت قبلت ايه، بس انا كشهاب لا انا اجري تو ديس اجري ان انا اصلا برضو نفس الكلام، انا متفاهم انت ليه ممكن تكون زعلان من المسلسل، متفاهم انا الاحباط. كشهاب لا انا هحاسبك عليها وهقف لك وهرخم معاك فيها، لكن انت عايز تعديها له عديها له، انا كشهاب مش هعديها له. اوكي. اللي انا برضو معلش مشحون فيه شويه ايه؟ خالد نور. بس قبل ما اخش في خالد نور عشان ابقى انا قاعد مطمن، تعالى نفصل الكاميرا ونرجع تاني. تعالى نفسه ونرجع. رجعنا يا شباب من الفاصل، وشهاب كان عنده حاجه مهمه قوي محتاج يقولها. انا اللي بقدم يا اسطى، انا يا عم انا عايز اقدم دي، يا عم انا اقدم دي. طب قول لي. وهقدم من الاول تاني. اتفضل يا اسطى. رجعنا من القطعه، وشهاب صديق البرنامج شهاب كان عنده نقطه عايز يقولها عن خالد نور وولد نور خالد، هنسيبه يتكرم ويقولها.
صديق البرنامج ها. ابقى اديت انت بقى، ابقى اديت الحلقه انت بقى. صاحب البرنامج. وريني وريني اديت الحلقه يا باشا انت صاحب بيت ان نهزر. خش يا نجم. خالد نور وولده نور خالد. خالد. ده اكتر حاجه الناس اتضايقت مننا فيها لما قلنا ان هو وحش وهو وحش. جاي كومنتس كتير على الموضوع ده. وحش وهو وحش. لا 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 اتفرج على مسلسل تاني. لا 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 يا جدعان بص. بس انا سمعت ان النهايه، خالد نور اقول لك نور حاجه خالد. سمعتها برضه، انا سمعت ان النهايه حلوه قوي دراميا حلوه، بس انا مش جاي اتفرج على دراما. اوكي. وعد، مشكله وعد. دراميا حلوه. مم. مش مشكله وعد، لا 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 دي مشكله، مش وعد. الوعد أمال؟ بص انا قلت وعد بدون سابق انذار، انا قصدي الوعد اللي انت البيس اللي انت رسمته لي من حلقاتك. اوكي ده مشكله جانرا ماشي. اصلا، فاهم قصدي؟ مش وعد. قريبين من تفرق. بعض، بس يمكن هنا مشكله محاوله تقديم الكوميديا من اللي انا مش غير حلقتين، بس يمكن هو هنا مش وعد، هو اكشلي يحاول يقدم اللي هو وعد بيه، بس ما عرفش انت يقدم. شفت كام حلقه؟ شفت كام حلقه من 2. طب حلو، اقعد انت بقى لورا كده. او خش انت، خش هتجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بص بيشف بيشمر هيسلخ. انا هقول بسرعه كده. سامج غبي من ناحيه الافيهات. انا قلت تمام. سامج دي وناس غبي، كتير معنى زعلت كلمة منها. غبي من ناحيه الافيهات. يا تعالى هتيت. يا عمي ليه يا عم تمام. كده؟ بقول لك سأله من زمان. هتيت ما هيعرفوا، ما هيعرفوا. تمام يا عم، هيفهم علينا. رمضان المهم خلص وظهر شهاب ومحمد عبد العاطي. كمل. الاثنين خرجوا من سجنهم. كمل يا نجم كمل. والله شرف ليا اتحط نفسي جوه. ماشي المهم بصوا يا جماعه. ايه؟ احنا بنيجي الافيه بنقعد نفرشه في 4 ايام عمل. يعني عشان اوصل شيكو ان هو يرمي بانش لاين بقعد 4 ايام عمل بفرش للبانش لاين ده. يعني كان في لقطه مثلا، هدي مثلا والله العظيم، كان في لقطه هو شيكو راح لامه وهو راجل كبير، فهنا في حاجه غلط ان اهل امه هيخش يلاقوها قاعده مع راجل كبير وهو عمال يبوس في ايديها يا امي يا امي، بس من منظورهم ده راجل كبير، فده واحد ايه، ست دي بتخون كريم محمود عبد العزيز. فكره حلوه جدا. تمام. اوكي. تعالى يا كريم محمود عبد العزيز البيت حالا، مراتك مستنياك. ماشي، روح كريم عبد العزيز البيت. دخلنا قعدنا 5 دقايق عمالين بقى رايحين جايين في الفرشه بس. ينفع على حضرتك ده؟ عملت ايه؟ مراتك جايبه راجل، انت جايبه راجل مش عارف ايه بتاع. قعدنا 5 دقايق بيقولوا له وهو يرد لهم يا جماعه في ايه، وبعد كده يتعصب، بعد كده يتفاجئ، وبعد كده يتعصب، بعد كده يتفاجئ، لحد ما بنوصل بقى للبانش لاين ان هو بيريفيل هم مغطيينه، فهم بيشيل الغطا من عليه. ايه قراعك يا عمر يا رشدي، بيشوف ان هو شيكو، فبيفهم بقى يا حيوان وبتاع. ليه الفرشه وحشه قوي كده؟ الافيه مهما كان والله العظيم المسلسل دوت فيه بانش لاينات كويسه، فيه قوالب كويسه، افكار كوميديه كويسه، واوسخ حاجه فيه هي الفرشه. اي افيه بيتفرش في 4 ايام عمل، وانا يعني علشان لازم يكون مستوى يعني تسامحي معاك عالي جدا عشان اضحك، فاهم قصدي؟ ممكن يكون واحد مش حازق دماغه، معلش ممكن واحد حازق دماغه يعدي الفرشه ويضحك، لكن انا كشهاب لا، انا كنت متعشم فيك قوي كمسلسل، وانا مركز قوي عشان برضو لما بقعد اكتب حاجه وكوميدي وبتاع مركز قوي في ايه اللي بيكتب دوت بيكتب ايه دلوقتي، فانا متخيل اللي بيكتب. يا معلم انت كاتب صفحتين عشان الفرشه، ما الفرشه واضحه. انا اقول لك على حاجه دلوقتي. يعني ما كان يخش البيت يجري يشوف ايه ده، في جثه قدامك متغطيه، اول ما يخش ما يقفش بقى يتكلم معاه، يشيل على طول وهو متعصب وجايز يضرب، يقوم لاقيه نخش في الافيه على طول. ليه كل ده؟ هو لازم كده لازم فرشه وفكره في طولها. بس انا عايز اقول لك على نقطه مهمه قوي، وهي مش نقطه مهمه، هي نقطه تافهه بس انت محتاج تعرفها. اللي انت بتقوله ده يضايقني انا شخصيا، عارف ليه؟ ليه؟ قعدت فتره في حياتي ما بعملش حاجه غير كوميدي. انا بفرش الافيه في 4 ايام. ما انا خدت بالي. انت شفت حاجات من دي. انا بتاع الياباني بتاع الكوتشينه، خدت انا قلت لك الافيه اتفرش 4 دقايق بتفرش. ليه؟ عامة انت عارف 4 دقايق انت عارف ليه؟ على مدار كل السكتشات اللي عملتها هو فعلا افريج الفرشه عندي من 4 ل 5 دقايق. بس ممكن اقول لك ليه سبب. هاجي لك هننقدك بعدين. طيب هننقدك. ما هقول لك سبب اخراجي ممكن يمتلاي على حاجه. انت بتبني دراما. هقول لك انا يا نصر وجهه نظري، انت بتحاول توضح قوي القصه. لا خالص. انت عارف ايه فكره الفرشه الطويله؟ والله العظيم ما بهزر، اقسم بالله ما هي الا رعب. ليتلي لما بقيت هتحط في موقف ان انا هبني سكتش، بالذات لما تيجي تعمل ميديا اعلانات او حاجه زي كده، ما بيبقى عندي مانع ان انا افرش فرشه قصيره واخد ليب اوف فيث.
زمان وقتها اقسم بالله ما بهزر، هي اوت اوف فير. انت بتقعد تبص للسكريبت مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، تقعد تبص للفرشه انت في الايديت مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، وانت قلقان ان هو ما يجيبش. فبتفضل عادة الفرشه لما تبقى اطول، هي مش قاعده ثابته، بس احنا يعني عاده بتوع الكوميديا في اصل الكتابه بتاعت الكوميديا الفرشه اهم من الافيه. ده الرول، ان انت الفرشه هي الافيه مش الافيه. البانش لاين عديم القيمه بدون الفرشه بتاعته. فده بيرجع ساعات بيجي ممكن نربطه مثلا بان محمد امين الكوميرشال كوميدي مش مكانه، فممكن الراجل يكون كان زي ما تقول ايه حته كده خوف شويه او حاجه. الفرشه الطويله بقيت باخد بالي منها كتير، لان حتى لما تيجي تتكلم مع حد تاني بيحاول يعمل كوميدي او كده، هات حاجته القديمه هتلاقيه كان اغلبهم بيعمل الحركه دي، بيفرق كتير. هي تقريبا تيمه بتيجي اوت اوف فير، انت بتبقى قلقان من الافيه بتاعك، مش واثق في الافيه بتاعك، مش حتى مش ثقه في انت حاجه عارف معينه. ايه المشكله التانية؟ انت عارف ايه المشكله التانية؟ ان احنا بعد ما بنفرش الافيه ما بنلعبش لعبه البنش الرات اللي ورا بعض. لا احنا دي فرشت فرش دي طويل. نفس الكلام، دي بتتكلم مع دي. فاهم انت قصدي؟ بتخاف من انت حل. بترجع تفرش تاني البنش اللي بعديه. يعني عارف انت في ساعات في مفاهيم مدرسه المشاغبين 90% دي نوع من انواع القلق. 90% مدرسه المشاغبين المشهد بتاع الناظر مدرسه المشاغبين لما قال له اشربش الشاي اشرب استاذ عادل امام. المشهد ده هو وسعيد صلاح بس قبل ما سوري بابي تظهر اصلا. المشهد ده يا اسطى هم فرشوا في دقيقتين ثلاثه وقعدوا ربع ساعه بيسلموا بعض، ده يسلم ده. وطبعا انا بتكلم على ليفل عالي جدا، بتكلم عن عادل امام وسعيد صالح بس عمالين يسلموا بعض افيه بانش علقه كوميديا يعني فجاه. انا ليتلي ابتديت اعمل كده، ليتلي قوي، مش حتى كده بالظبط بس ليتلي قوي ابتديت اصغر الفرشه بتاعتي وابتديت احاول ايه طب ما ترمي 1 2. بس انا بقول لك هي طب خلينا نرجع على خالد نور 90%. ما انا اقول لك هنا بقى نقطه، انت لما تقول لي دي مشكله هنا بقى بتيجي حته عاطفيه شويه، انا اتعاطف معاها لان انا بحس بالالم بتاع ان انت يا معلم. هو انا السكتشاتي، هو انا معلش انا اسف، هو انا السكتشات اللي بعملها عندي لا بس انت فجره كوميديا. انت انا لسه برضو على قدي. انت بتاخد اللي انا في سكتشات بتفرج عليها لنفسي اقول يا نهار اسود. هقول لك ده انا في نقطتين مهمين قوي. مبدئيا انت بتاخد الليب اوف فيث يمكن في دي اكتر من ناس تانية، ده واحد. نقطه تانية مهمه قوي ان هي في الاول وفي الاخر هي السكتشات في الحلقات هي سب كونتنت. في فرق بينها وبين الشورت فيلم الكوميدي او السكتش الكامل الكوميدي او الاعلان اللي المفروض يكون فيه بانش لاين. هنا وفي فرق بين ليفل في فرق بين ليفل خبره الناس اللي شغاله، ليفل البرودكشن اللي انت كل ده موجود. بس ليفل كل ده انا هنا بكلمك من الكريتور برسبكتيف. بس لما هنا المنتج ككل هو منتج كوميدي، عارف هقول لك على حاجه، لما تيجي تعمل حتى الفرق بين السكتش والاعلان، لما تيجي تعمل اعلان فيه كوميديا انا حقيقي بفرش في دقيقه عادي قوي لان هو اعلان، انا المفروض اوصل حاجه سب كونتكست ان هي ممكن تضحك. انت مش بتبني، انا فاهمك تمام. لكن اللي جاي بيتفرج عارف انه اعلان. في حاجات تانية او لما تيجي تعمل سكتش او حاجه هو جاي يضحك، فهنا معدل الرعب من الافيهات. وممكن هنا انا كنت يعني هنا حته ان انت لسه صغير فانت بتخاف بتاع، بس انا بقول لك انا افهم قوي لما اشوف ان ممكن حد يكون من الاخر كده بتعاطف معاه اخر يعني سكه هي مش صح، هي غلط 100% ونفسي اتخلص منها كعاده عندي 100% ان انا بطل اقلق من افيهاتي وابتدي ارمي افيهات كتير لما باجي اكتب حاجه، واللي يجي واللي ما يجيش ما يجيش. بس انا اتفهم قوي ان هي بتيجي كنوع من انواع الخوف، عكس مثلا ذا ديابس. هقول لك حاجه، هم بيرموا افيهات كتير قوي وعادي اللي يجي واللي ما يجيش ما يجيش. يعني في اشغال شقه هقول لك حاجه كانوا ايه شغالين هارس افيهات ورا بعض. انا هقول لك حاجه ودي عشان بس احنا دخلنا فينا، انا عايز ارجع للمسلسل منتوش. بس هقول لك حاجه خاصه بيك انت كنصار. والله نصيحتك في الموضوع دوت يا اسطى، تعود تتشتم مش اكتر، يعني تعود ان انت يتقال عليك راجل رخيم وراجل دمك تقيل وراجل وان انت ايه الخرا اللي انت بتعمله ده وانت فاكر نفسك بتضحك. اتعود ان ده يحصل عشان تتخلص من حته الفير وتبدا تنط نطات اعلى من زاويه اخراجيه، مش من زاويه ان انت بتقدم سكتش وان مان شو. انت مش بس بتبقى هولد اكاونتد قدام اللي بيتفرج، انت هولد اكاونتد قدام اللي يشتغل معاك. وفي حته الشورت فيلمز وقتها الكلام ده كان برضه كان من 4 سنين او 5 سنين دي مانجمنت بقى. لا بعدين لا في النقطه دي كمان في التوقيت ده تحديدا اللي بيجي يشتغل معاك اوت اوف ليب اوف فيث برضه، فاهم قصدي؟ فبرضه في حته ان انت عايزه يجي تاني بتاع، هي ما بقول لك هي حته دي مانجمنت، حته قلق. طب خليني اقول لك النقطه دي بعدين عشان دي مانجمنت ان انت محتاج تخلق لهم بيرسونال موتيف، بس دي هرجع لك بعدين. سيبك من كل ده، ومحتاج تخليهم يدخلوا انبوت في السكتش ذات نفسه عشان يبقوا معاك في المركب. ايه انا بقول لك سيبك بقى، انا بقول لك في حته بس وانت بتكتب او انت بتاديت او انت بتخرج وانت بتختار هتعمل ايه في مشهد كوميدي، في كريترز بيقلقوا وانا افهم دي، فاهم قصدي؟ بس ده اللي بقوله. طيب ان انا اتفهم حاجه زي ده كريتر ده مخرج محمد امين معاه شيكو وكريم محمود عبد العزيز في مسلسل كبير مش هم اللي بيختاروا فرشه الكوميديا برضو، خليك عارف ان ده مش ده شغل الكاتب وشغل المخرج.
الكاتب والمخرج ماشي. بقول لك انا مش بتكلم، مش بهاجم الممثلين، بقول لك ان ده حاجه كبيره قوي. فلا الاعذار اللي انا ممكن اخدها على سكتش نصار بيعمله طبعا تختلف عن يعني انت لا مالكش عذر تعمل انت هنهزر. المهم بس خلينا نخلص عشان احنا طولنا في فالid. يا ابني خلينا نخلص المسلسل. بقول لك فالid. قعدنا valid. دقيقتين. طيب آه. خد نور خالد بيرجع نفش الافيه. وبنيجي في مراحل يا جماعه والله انت ممكن تقسم المسلسل لسكتشات كبيره. يعني هو اول 4-5 حلقات هو نفس الافيه بيترمي ان انا مش مصدق انك ابني. بعد كده انا صدقت انك ابني بس مش مقتنع. بعد كده انا صدقت واقتنعت بس اللي حواليا مش مصدقين ومش مقتنعين. وعمالين نروح ونيجي ونروح ونيجي ونروح ونيجي. وبقى ايه ضعف المسلسل بيبان في الشخصيات الجانبيه، في كوميديا طلع منهم. اشغال شقه مسلسل قايم على شخصيات جانبيه لانه قايم على الشغالات اللي بيجي وقايم، وكوميديته اللي بتطلع من الشخصيات الجانبيه كويسه، مكتوبه حلو، مخدومه حلو، وفي مكانها ما فيهاش حزن. انت هنا لما بتحاول تطلع بره المين كاركترز بتوعنا اللي هو شيكو وكريم محمود عبد العزيز وتروح الشخصيات الثانيه، السماجه دي ميكا الناس بتاعت يا لهوي ده ميكا ده دمه خفيف جدا، ده ايه الممثل ده. مع احترامي للممثل طبعا مش بعجبني الممثل بشخصه يعني، بس هو الدور سيء يعني والاداء سيء. انا ما شفتش، حتى انا شفت مش الميمز بس قصدك ما شفتش لقطه هو بيمثل. ميكا هو المفروض فكره ميكا اصلا ان انت عندك 2 مهندسين في بيئه معينه، فانت كان لهم واحد هيضطروا يتعاملوا معاه ان هو راجل بلطجي. فعلشان تخلق مفارقه بين الناس الكويسه والبلطجي، تمام. اوكي. عارف المفارقه دي، ودي انا قريتها في بوست على الفيس، عارف المفارقه دي اتعملت فين؟ وده هيفهمك مدى السوء في خالد نور خالد. الناظر، عاطف وصلاح واللمبي. حصل. ده هنا الطريقه الصح انك تعمل المفارقه دي. جايبين عاطف وصلاح واللمبي، وعاطف وصلاح الشخصيات الهاديه اللي مختلفه تماما عن الفجر والمبالغه في شخصيه اللمبي، ولما حطيناهم على بعض هيطلعوا كوميديا. ميكا الناحيه التانيه هو بيخش حتى كوميديا بتطلع منه احنا مش فاهمينه، ايه الكلام اللي بيتقال دوت، ايه اللي مش عارف ايه، هو بيتكلم كده ليه، ويخرج ويرجع عمل حلقتين نفس الافيه احنا مش فاهمينه، احنا مش عارف ايه، احنا فخالد نور خالد سيء 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 سيء. ما رشحش حد يشوفه وما اتفرجش عليه. وسيء هنا انا مش بقول ان هو سيء، يعني هو اكيد مش اوحش من نعمل افوكادو، بس انا مستني ده من صناع نعمل افوكادو. لكن من شيكو وكريم محمود عبد العزيز واستاذ محمد امين لا يا معلم انا مش مستني منكم ده. فانا بقول سيء هنا وبفتري في سيء لان انا مش مستني منكم ده. انت اللي اتفرجت والحجه على من ادعى. بس تعالى بقى ايه، ناخد نطه للبيج انا بوس. متعود اتشتم ما تقلقش. نطه للبيج بوس. انا على فكره ما عنديش على البيج بوس غير كلمتين، لان احنا كل حاجه ممكن تقول عليه احنا عندنا المراحل كلها. انا عندي عليه راب اب اخير. انا عندي على فكره بيجي بص شغل من الوقت ان انا برضو عندي كلمتين، بس انا عايز استشهد بحاجه. قول الراب بتاعك. انا ببساطه خش انت الاول. اللي عايز اقوله عن مسلسل، او لو انا هحاول دلوقتي اقول عايز اراب اب مسلسل الحشاشين. مش هراب، مش عارف بقى اللي هو ايه، مش هقول لك الحلقه الاخيره كانت مش عارف، الحلقه الاخيره حلقه مش حلوه تمام. كريم عبد العزيز عامل كاري مش طبيعي الحلقه، والارك بتاع بارسا كوميدي اللي عامل كاري. غير كده الحلقه الاخيره مش يعني هي فاضيه قوي، كانت محتاجه تاخد من اللي قبلها شويه. انا هاخدك تعالى نمشي كده في اركس واضحه وصريحه. الاخراج ثروت المسلسل عنده مشاكل في التعامل مع الزوايا في السرد والتعامل مع تعدد القصص، وسهل الدنيا اكتر من اللازم في شكل القصص وفي شكل سرده، وهو بيسهل في السرد صعبه فخلى السرد وحش. الكتابه بتاعت عبد الرحيم كمال عندي مشكله كبيره جدا هرجع لحد اخر حلقه واقول بسبب الكرنج في حاجات كتير قوي. عندي ازمه كبيره جدا مع التنطيط، مش هقول لك بقى العاميه والفصحى، التنطيط ما بينهم يا ده اختار سكه تمام. بس اسيبك من دي، هكلمك في انت شفت شيخ العرب همام؟ شفت شيخ العرب همام؟ بتاع يحيى الفخراني. ده كتابة عبد الرحيم كمال. ما انا هجيلك بقى نفس المشاكل سبحان الله تلاقيها. هجيلك بقى في نقطه تانية بقى من عبد الرحيم كمال. عمق بعض الحوارات والانبوت الخيالي اللي عبد الرحيم كمال حطه تحديدا في ارك النهايه بتاع بارزا كوميد. لما بارزا كوميد بيفهم من بعد قتل زيد بن سيحون حقيقة حسن الصباح، وبيحاول مره وبيفشل ان هو يخلص من حسن الصباح، فبياخد وضعيه التابع قوي لحد ما بيتمكن. ولما بيتمكن بيلعب حسن الصباح احلى مايند جيم انا شفتها في حياتي. مش دي جمله مبالغ فيها قوي عايز اصحى، بس هو بيلعب مايند جيم يعني عارف اللي هو حلو قوي ومش متوقع. في افلام زي ده يعني يلا معلش. لا مش سيكس سنس انا افورت قوي، بس عايز اقول ان هو ريجوال ساسبكتس ويعني بس هو لعبه مايند جيم غير متوقع، حلو قوي ان هو لعبه بسلاحه
تمام. ابنك طلع السما وبتاع، والملاعبه لحد اخر حلقه وهو حبسه سجنه، بس انت الامام وبتاعه مش عارف ايه، وبيلعبوا لعبته وبيلعبوا الجيم بتاعه. برزق وميد هو قال له جمله حلوه قوي، ايه؟ قال له جمله حلوه قوي، قال له اتعرفت عليك وانت سجاني وهتنتهي معاك بيك وانت لسه سجاني. انا عجبني قوي الدايناميك اللي مره واحده برزق وميد، هو من اول حلقه، من اول برزق وميد ما طلع هو كويس، بس هو وصولا للارك النهائي اللي هو خلقه له من نسيج خيال عبد الرحيم كمال، انا شايف الارك ده حلو قوي قوي قوي، وهو ادى المسلسل طعم في اخر حلقاته. يمكن لولا الارك ده المسلسل كان خسر اكتر ما هو خسران كتير. تكنيكلي المسلسل متميز عن المسلسلات المصري في زوايا كتير، سواء تصميم المعارك، سواء التصوير، سواء مش هقول جرافيكس بس تصميم المعارك والتصوير والكاستم ديزاين، الحاجات دي كلها انا شايف ان فيها بعض من التميز. كتجربه اوفرول، تجربه مميزه ان انت تتقدم في الدراما المصريه. عارف اللي هو ايه؟ حلو انك قدمت ده في الدراما المصريه، حلو انك عملت تعمل ده. فنيا انت هدرت كتير قوي من التجربه دي، وكان يطلع منها احسن من كده بكتير جدا. اخر حاجه التمثيل، طبعا التمثيل فيه تفارق ما بين المستويات. كريم عبد العزيز وصل لمرحله التوحش في الاداء في الحلقه الاخيره من احلى ما يكون. برزق وميد كان كويس من الاول، مش محتاجين نتكلم، الناس واخده بالها مين كان كويس، عارف اللي هو ايه، احنا عارفين الناس دي كانت كويسه. بس عايز اقوله ان هو تكنيكلي وكفكره ان انت حاولت تقدم حاجه بالحجم ده، شكرا. فنيا انت اهدرت كتير قوي، وانا زعلان انك اهدرت كل ده. والمسلسل ده هقولها من الاخر كده والرزق على الله يعني، من الاخر المسلسل ده لو ما حد غير بيتر ميمي كمخرج كان يطلع احسن من كده بكتير، مش اي حد وخلاص، كحد من اسامي تانية مش حابب اقولها حتى عشان ما يبقاش اللي هو ايه. تخيلوا كده مع اللي في بالك، تخيلوا مع اللي في بالك واللي في بالي. لا ده انا عايز اقول لك بقى، انا بتخيل دلوقتي، بتخيله مع الناس اللي هي مخرجين قوي، يعني هرمي واحد. لا تخيلوا مع اللي في بالي واللي في بالك، وانا عارف انت فاهم انا قصدي على مين بالظبط، وهيطلع احلى من الاخر. فبيتر بيتر ميمي هو اللي ادى نقطه القوه التكنيكال، وهو اللي سحب نقطه القوه الفنيه من الاخر. انا عايز اقول حاجه عن مسلسل حشاشين. تعبير جميل جدا جدا كتبه صديقك، ويعني ما فيش حاجه تربطني بيه، سعيد شاب قديم، شاب قديم. شوت اوت لشاب قديم يا جماعه، دي تشانل يا جماعه، دي تشانل يا جماعه، عشان لو في بس حد دي تشانل، دي واحده من احلى الشانلز على اليوتيوب اللي ممكن تلاقوها. شاب قديم. سعيد قال يعني تعبير حلو قوي، قال لك انت بطنك فاضيه، وده الحقيقه. انا عايز اختصر مسلسل بطنه انت بطنك فاضيه، مسلسل بطنه فاضيه. بص يا معلم، خلينا نقول بس الحاجات الحلوه، هقعد اعيد وازيد تاني. شكرا على المعارك، شكرا على المش عارف ايه، شكرا على ماشي تمام. شكرا كريم عبد العزيز على الاداء العظيم اللي عمله. مستعد اقول ان ده من احسن اداءات كريم عبد العزيز، ممكن اقول توب 3. مرتاح. الحلقه الاخيره ايزي يعني مرتاح. الحلقه الاخيره لا الحلقه الاخيره كريم عبد العزيز هو اللي شايلها، مش طبيعي يا باشا. انا ما شفتش ممثل بقالي كتير قوي، ما شفتش اداء تمثيلي عامل كده. واصلا هي لحظه انهيار، ولحظه انهيار سطل قوي على فكره، وافكتيف قوي. والكونتراست ما بين حسن الصباح وهو في جبروته وحسن الصباح وهو هزيل، مش شكليا، الكونتراست في بصه عينيه شكرا وهو بيتكلم يا باشا. تفاصيل صغيره زي بصه عينيه وطوله، العين وحركات جسمه، كريم طول حركات جسمه، كل حاجه. كريم عبد العزيز طول المسلسل واخد نظره الصقر وهو بيتكلم، وفي الحلقه الاخيره وهو انا مين وبتاع، والعين هزيله كده. ده توب نوتش، ده عشان كده بقول لك المسلسل ده كان عنده العوامل. شكرا على ده. شكرا على كل ما يخص برزق وميد. وسامي الشيخ مجهود جبار. بس انا عمال اقول الكلام الحلو دلوقتي عشان انا هسلخ هقول لك نقطه اخيره بس، هقول لك نقطه مهمه في سامي الشيخ. هو احسن مشهد معركه انديفيدوال في المسلسل بتاعه، هو احسن مشهد حرب يعني في اكشن في المسلسل، واحسن من الحلقه بتاعه الحرب كلها مشهده هو بيهرب حسن صباح من السجن كستانت، وكمان مجهود فيزيكال. هو يعني عارف اللي هو ده الانبوت بتاعه، هو ان هو تقريبا اتمرن اكتر من الباقيين. دي مش جمله، ده مجهود كده فاهم، ده مجهود فيزيكال هوليوود ليفل. انا مستعد اقول ده مجهود فيزيكال من ممثل هوليوود ليفل، ممكن مش عايز ارجو يعني مع جمله زي كده. وبرده كوردينيشن واخراج وبتاع وكل دوت من بيتر ميمي، ومن بيتر ميمي يحترم عليه احسن اداءاته تقنيه.
فاهم؟ خليني بس ابدا اسلخ. خليني بس اقول اخر حاجه. خش بقى. كل ما طالب سامي الشيخ جميل. انا حبيت سامي الشيخ جدا. احمد عيد كل ما تعلق انا شايفه كان معدي عادي، بس بحيث ابوك نخش في الخناقه دي. انا شايفه ما كانش قدم دور عظيم بصراحه، يعني شايفه دور عادي جدا يعني. بس ماشي يعني اكشن كان في ناس في دماغي كان نفسي يكون مكان احمد عيد، بس ما علينا. وشي بيرد. فتحي عبد الوهاب كان خطه، ما انا فاهم بس عشان الوقت ما يسحش مننا. فتحي عبد الوهاب ده عظيم، وده الطبيعي من فتحي عبد الوهاب. ما عدا في المسلسل اللي عمله بتاع عمرو يوسف بتاع لما كان عامل دور ابليس، ده كان حاجه تضحك يعني، بس غير كده ده طبيعي من فتحي عبد الوهاب. الارك ونهايه كريم عبد العزيز كقصه، يعني تعال نمسك مسلسل حساشين. الرايزن فول. نمسك نهايه كريم عبد العزيز، نمسك ارك حسن الصباح، ونمسك الطريقه اللي بيفول بيها ومدى الكارما والشاعريه اللي فيها. بويتك ده عبد الرحيم كمال. ومدى بويتك عشان كده انا حبيت اشكر عبد الرحيم كمال تحديدا، لان ده عبد الرحيم كمال، لان هو حط من خياله وحط من خياله حلو قوي. حلو. نيجي بقى على السلخ. انت بس بطك فاضي يا باشا. بيتر ميمي اثبت ان هو افجر مخرج في مصر يقدر يتعامل تكنيكلي مع بروجكت بالحجم ده، واثبت زي ما انت المسلسل دوت هو شهاده بيتر ميمي في ان هو قد ايه كويس حاجات كتير، هو شهاده قد ايه بيتر ميمي ما بيعرفش يحكي، وقد ايه بيتر ميمي سيء في حاجات تانية اكتر. مش اكتر، حاجات تانية مهمه برضه. بيتر ميمي سيء جدا في الحكي. وبيتر ميمي الحكايه حلوه كانت حسن الصباح، حكايه حلوه عشان كان مركز عليها. بيتر ميمي ما بيعرفش يحكي كذا قصه في نفس الوقت يا جدعان. قلت لك الموضوع، عشان كده هو طلعت منه قصه واحده بتاعت حسن صباح، ارك عظيم عبقري، حكاه كويس. هو بيعرف يحكي قصه واحده، انا عشان بس حاجه واحده. ده انا هختلف معاك. هختلف معاك. الارك بتاع حسن صباح حلو، بس طريقه حكي مش حلوه. الرئيس بتاع حسن صباح يا باشا بقى كتير من تفاصيله يعني فاهم. ما علينا، سيبك من السرد انا بتكلمه كستوري كده كارك. تمام. الارك ده كويس جدا. هو ايه اللي حصل؟ هو مين سعيد ابن نورهان ده؟ هو طب ظهر ليه؟ ظهر ليه سعيد ابن نورهان ده في الاخر؟ دي ليها بريزيدنس تاريخي. عندي واحد صاحبي بيحب التاريخ قوي، كنت بتكلم عن المسلسل، قال لي بدايه انهيار قلعه يمكن ما اعرفش يقول لي. قال لي بدايه انهيار قلعه الموت، قعدنا نتكلم يعني تحكي لي. قال لي بدايه انهيار قلعه الموت كانت قال لي الاول بقياده حسن الصباح كان صعب قوي ان حد يخش من بره مش مؤمن بجد. قال لي التمارين والتعقيدات والبتاع، قال لي هم كانوا معقدين. قال لي بعد مع الوقت بالذات في نهايه حسن الصباح من الريزيدنس التاريخي اللي موجود ومع حكم برزك وميد ابتدى السليبنج يزيد، فعدد الخونه اللي جوه القلعه كتير قوي. عشان كده لما جت النهايه كان تدمير القلعه اسهل بكتير، لان القلعه بدايه تدميرها كان من الداخل. فالبريزيدنس بتاع ان يخش حد من بره مش مؤمن وبتاع ده اصلا ليه بريزيدنس تاريخي، ان القلعه ابتدى انهيارها من الداخل. يا عم سعيد حلو، سعيد حلو. ايه خط نورهان ويحيى ده؟ هو خط المظلومين في حياة حسن الصباح. ايه الخط ده اصلا؟ ايه القفله دي؟ ايه اللي حصل ده؟ سؤال مهم بقى. السلطان انا حاسس ان احنا نسيناه، هو راح فين؟ حكي القصص. ايه اللي حصل في اصفهان يا جدعان؟ انا في حد قال جمله، السلطان ده في حد برضه بودكاست كده لمحته على تيك توك وبتاع، باينه لذيذ. انا بس لمحت منه حاجه صغيره كنت بسكرول بسرعه، كان بيشكر في الاخراج بتاع الحشاشين. تاني يا جماعه النقطه دي والله العظيم، عشان بس والله العظيم محدش يبقى ساعات الناس بتبقى جايه علينا قوي وانتوا مش فاهمين قصدنا ايه. يا جماعه الاخراج شقين، شق تقني وشق فني. الشق الفني ده بيتعامل مع السرد القصصي. انت المخرج شغلتك في الاول وفي الاخر ايه؟ انك بتعرف تحكي قصه بيزك. لو انا هجردك من كل حاجه اللي بيخلي مخرجين صغيرين ياخدوا اماكن في مهرجانات، واللي خلى حد زي كريستوفر نولان ياخد مكان في مهرجانات في الاول، واللي خلى حد زي كوينتين تارنتينو بافلامه في الاول اللي كان انتاجيا زي الزفت ياخد مكان، اللي خد حد زي جاي ريتشي تقنياته لما جه يقدمها في الاول كانت غريبه بس برضه ياخد مكان، هي قدراتهم على حكي القصص اللي بيميز شريف عرفة وعمرو سلامه ومروان حامد وكتير من المخرجين المصريين، جنب اكيد عوامل تميز تانيين كتير، هي قدرتهم في حكي القصص. محمد خان كان مخرج بيتجنب كل التقنيات الحديثه، ده بيتجنب الحاجه تعمل كويس اصلا تقنيا. الراجل كان بيهتم قوي ان التكلفه تبقى تحت الصفر، وعاش واحد من اهم المخرجين اللي جم على تاريخ مصر. تقنيا كان ما بيحاولش اصلا. المخرج مهمته الاساسيه بقى من الاخر ان هو بيحكي الثانويه التقنيات اللي يقدر يقدمها من الاخر. هل انت شايف، وقول لنا في الكومنتس عادي يعني، هاتوا خد ان طريقه السرد والحكي لو بالذات لو شلت الناريتر اللي في الاول بتاعه مسلسل الحشاشين كويسه؟ لو كويسه بيتر ميمي عملها كويس، لو مش يا باشا كويسه امسك بيتر ميمي عنده مشكله.
سيبك بقى من كل حاجه، انا اخر بكلمك مشهد جنرال. الغي الناريتيف لا، لا، اللي لا، موجود لا. في الاول، وشوف هل هقول انت لك السرد ده سلس هقول وحلو. لك تيست ظريف جدا. مم. تيست ظريف جدا، تيست ظريف جدا. اخر مشهد للسلطان مم. اللي هو المفروض ان هو ليه دور كبير من حدوتتنا. تمام. تمام. السلطان اخر مشهد فيه لما دخل حرق الوزير. تمام. هل انت بذمتك كنت عارف ان ده اخر مشهد؟ هل في حد قال دي اخر مشهد فيها السلطان؟ لا. هل فهمت ان ده نهايه ارك؟ هو فين الارك؟ فين القفله اصلا؟ مش فين نهاية، النهايه؟ مش باينة. كميه ودي مشكله، شخصيات، دي مش سرد، انت ما كميه عرفتيش ان دي قصة خالص. شخصيات اترمت يا باشا. انت ما خلصتهاش اصلا. هي مش، انت مش ما عرفتنيش، انت ما خلصتهاش اصلا. كميه شخصيات فتحت واترمت، شخصيات قدام معاها طويل قوي زي نورهان ويحيى. انا بتكلم عن نورهان ويحيى بالذات، اتقفلت بتخلف عقلي. ده هبل. تمام. وبعدين بقى معلش، ما انت سبحان الله عندك مكياج اهو، ما انت بتعمل مكياج اهو، حاسس الصباح بيكبر. يعني هو دلوقتي كبر، ودي دلوقتي مشكله، كبر ودي وشعره مشكله وبيض تقنيه وبتاع. عامه بقى كمان. اصلا بقى يلا بقى، بس دي يلا بقى يعني يا اسطى. دي نورهان، ماشي. نورهان عدى عليها تقريبا 25 سنه، من 18 سنه ل 45 سنه تقريبا. مفيش نمشايه انا نفسي في الجينات بتاعت الزمن ده بيطلع دوت. عشان مفيش حبايه، مفيش اي عوامل يعني، بص فاهم؟ احنا يا قلنا، نهار اسود. احنا قلنا مش ما انت هنطول، عندك مكير اهو. بس خلينا متفقين ان احنا هنراب اب الكلام ده كله، ان احنا متفقين على وجهة نظر ان مسلسل حشاشين مسلسل تقنيا قدم حاجات كتير جديده كويسه، او حاول يقدم ما هو جيد وقدم فيه كويس قوي، وفنيا هو مسلسل ضعيف لضعف عامل اساسي من عوامل تكوين اي منتج بصري، هو السرد. متفقين. ويا اخوانا الله يكرمكم، الناس بتاعت ان ده نقل للصناعه ونقل، ولازم نكون شاكرين ولازم نسجد نقل ليه؟ لله شكر بسبب المسلسل التقني. يا اخوانا معلش انا اسف، الهند تقنيا عاليه جدا على فكره. هل قصصهم حلوه؟ هل سينمتهم ليه جامده؟ الهند ابتدوا ينفستوا اكتر في القصص على فكره. لو حد يا بيتابع جماعة، شويه سينما اللي هندي، بيعمل سينما عالميه، اللي بيعمل سينما عالميه، اللي بيخلي صناعه سينما تطور في بلدك، مش انت قد ايه فاجر في المعارك وقد ايه فاجر في الجرافيكس وقد ايه فاجر في مش عارف. ده كله كلام بيخدم قصه. لو مفيش قصه خلاص ده كله هوا. اقولها لك من الاخر، واحد من الفيلم الوحيد الكوري اللي لف الكوكب كله وخد الاوسكار، فيلم تقنيا ما فيهوش اي افتكاسه. ده باراسايت. مش الوحيد يا اسطى، عشان في اولد بوي، لا سوري، في اولد بوي، بس انا بتكلم ريسنت يعني. لا بس الوحيد اللي خد الاوسكار. ماشي، بس ها؟ يعني سوري الاوسكار ده معيار ما علينا يعني. المهم يتضافوا جنب ده بعض، رابب. فيلم تقنيا ما فيهوش يعني عادي. ده رابب ايه مسلسلات رمضان. ولكن البودكاست ما خلصش هنا، لان لاول مره عندنا تقليد هيستمر ان شاء الله، وهو ده لو عجبكم لا هيعجبهم ان شاء الله، وهو ان احنا عندنا جوائز الحناويك للموسم الرمضاني. يلا بينا. انا استغيت على الاسم ده. فاصل اعلاني احنا هنعمل ونعود. ما هنرجع بعد الفاصل ده. فاصل اعلاني ونعود. انت عشان تفصل الكاميرا يعني. ايوه يلا هتفصل. فاصل اعلاني ونعود. يلا هتقدم الفقره ولا نقدمها بسرعه؟ سيبني انا بقى معلش. لا والله لا اقدم انا، انت قدمت اللي فاتت. خش. جوائز الحناويك للموسم الرمضاني 2024 هتنقسم لجزئين: الافضل والاوحش. اوكي. عايز اقول الاوحش. تمام. هنبدا بالافضل، هننتقل للاوحش. هنحاول ما يبقاش فيه نقاشات كتير، لان احنا اتكلمنا عن كل مسلسل لوحده. احنا بس عايزين نخش طق بسرعه، علشان ما نطولش عليكم زياده من اللازم. 1 2 يلا ارمي. طيب، افضل مسلسل، وانا هعمل جانر معينه انت لسه تعرفش الجانرز. في جانر الكوميدي فاكسكلود الكوميدي. ماشي. تمام. افضل مسلسل رمضاني: لحظه غضب. ستريت محتاجين نتكلم. لا محتاجين نتكلم. شرحنا كتير. اللي عايز يرجع لبودكاست لحظه غضب، واحنا بنفاينلايز لحظه غضب لازم يتشاف باشا. 1 2 يلا. هو احسن يلا 1 2 عشان كمان مش عايز افكر، عايز ارمي اول حاجه تيجي في مخي. افضل اداء، ما لا بس اتكلم شويه يعني عادي، ارمي واتكلم شويه. افضل اداء تمثيلي لممثل في رمضان. في 2: كريم عبد العزيز. ما في 2. اقول انا التاني. وشاهين. شاهين شرفيا مركز تاني بعد كريم عبد العزيز. بص بصراحه كريم مش هقول شاهين احسن من كريم عبد العزيز. كريم عبد العزيز التمثيل احسن طبعا بكتير، بس شاهين مركز تاني. تعقيدات شخصيه كريم عبد العزيز طبعا، وكونه كان واخد المسلسل، واخد المساحه، واخد كل ده المساحه انه يعمل اكتر بكتير من اللي شاهين قدمه في كبارت كممثل من كاست بطوله في مسلسل 15 حلقه. وحجم طيب. وشكل الارض. افضل اقول حاجه نخلصها بسرعه. افضل مسلسل كوميدي في رمضان: اشغال شقه. اشغال شقه. ايزي يعني. تمام. طيب استنى ما تقولش. افضل كوميديان في رمضان. هنعد ال3 ونقولها سوا برتبه كده زي العيال. وعليكم السلام. افضل ممثل كوميدي يعني.
تمام يلا ماشي. استنى نعد يلا. 1 2 2 عربي. 3 مصطفى غريب. عربي. ما قلتش اسم الممثل ليه؟ عشان انا ناسيه. انا عامل كل ده عشان اخي ما تقولش. ناسيه فاكر عربي. انا اسف قوي بس مصطفى غريب. عربي علق معايا، وعامه دي حاجه حلوه والله، بس عربي علق معايا. مصطفى غريب طبعا. مصطفى غريب احسن كوميديان في رمضان. ينفع ادي مركز شرفي لحد تاني؟ هشام ماجد اكيد. لا يعني ممكن نقول قائمه شرفيه سريعه قوي في دي، لان السنه دي كان فيها في الكوميديا حاجات قدمت كويس. عايز اقول ان هشام ماجد قدم كوميديا كويسه قوي. اسماء جلال مش كويسه قوي بس انكسبكتدلي دمها كان خفيف. وعايز اقول عبد الرحمن محمد من لحظه غضب، عمل مع ان اقل ظهور لكوميديان في رمضان، بس عمل شويه طلعات كده لذيذه يعني. حتى ليه سين متاخد دلوقتي بيتعمل كتير، اللي هو بتاع انا بشتغل بيتعمل هو شيء الدويتو بتاعه هو شاهين برضه، بس كده كده الافضل واقف مصدوم في المرايه الافضل عربي. طيب هقول لك حاجه، بس انا عايز اقول حاجه عشان بس ايه، انا فكرت في الموضوع ده كتير في حوار الكوميديان دوت. مصطفى غريب انا بقول جايزه افضل كوميديان عشان مصطفى غريب هو اكتر واحد ضحكني، فانا بحكم بس ضحكني. لكن لو هنتكلم على مستوى تكنيكال شويه فلا الجائزه المفروض تروح لهشام ماجد، لان هشام ماجد كان هو المايسترو. انا لعبت برضو معاك لعبه البانش لاين، فانا اخترت مصطفى غريب. انا لعبه البانشر مصطفى غريب، لعبه تأديق يعني مصطفى غريب هو اكتر حد ضحكني، بس هشام ماجد لو اتشال مصطفى غريب ملوش وجود. السكه مش عشان الشخصيه معاه، لو بدلت هشام ماجد بممثل تاني مش عشان الشخصيه، لو بدلت هشام ماجد بممثل تاني بنسبه كبيره مش هيعرف يطلع مصطفى غريب. مصطفى غريب طلع منه. هشام ماجد عامل زي عادل امام في مدرسه المشاغبين، هو اللي بيحرك كل اللي حواليه. مش هتفق 100% بس هقول ان هشام ماجد لعب دور المايسترو. هم كانوا ثنائي الكوميدي الافضل في رمضان، هو لعب دور المايسترو بصراحه. بس يلا اللي بعده. طيب اكتر مسلسل ما توقعتش انه يبقى حلو وطلع حلو. هروح الاختيارين. واحد فيهم ما كملتوش للاسف فما اقدرش اجزم بيه، وهو باعلى نسبه مشاهده، ما لحقتش اشوف غير اول حلقتين وعايز اكمله. الاختيار التاني لان انا كملته لحظه غضب، كنت حاسس انه المسلسل وحش في الاول. انا هروح لامبراطوريه ميم لحظه غضب. انا لما شفته ما اهتمتش، بس اخر مسلسل بداته اصلا كان لحظه غضب، وبداته على كده. اول حلقه اصلا اللي هو لذيذه، بعدين تاني حلقتين ما كانوش يعني تاني حلقه اول حلقتين كانوا عاجبني، تاني حلقه اللي بعديهم ما كنتش شاري وكنت بفكر ما اكملوش، وصولا الاحلى في رمضان، فهو جامب بالنسبه لي. انا هقول امبراطوريه مين، لان امبراطوريه انا كنت بتفرج عليه. بص يا جماعه بصراحه اقول كلمه بصراحه يعني الواحد يعترف، انا كنت بتفرج عليه عشان اثبت ان خالد النبوي نور النبوي تمثيله مش افضل حاجه في الدنيا. فكمل المسلسل وعجبه، ونور النبوي طلع بيمثل حلو، طلع واخد بالجزمه، فاهم؟ اكذب يا باشا، الشفافيه مهمه. انا مش متقدر، بس انا مش عاند، اصل انا مش كاره الراجل يعني، مش بعاتبه يعني، فولا بهزر معاك. خليك يلا بينا يا باشا اللي بعده. تمام. طيب اللي بعده نخش على اوسخ جوائز الحناويك للاوسخ في رمضان. تمام اوكي. خلينا الاسوأ، بلاش الاوسخ دي، الاسوأ في رمضان. الاسوأ في رمضان. طيب أسوأ مسلسل رمضاني شفته. من اللي شفته مش من رمضان كله، عشان دي ديسكليمر مهم. لا انا عايز اقول بس كأحمد. ايه، انا بقول لك انا كاحمد، ما هي لو حاجه وحشه انت مش هتكمل يا اسطى، ما انت لو كملت يبقى هو كويس. حاجه اللي انت شفتها وقلت انا مستحيل اكمل القرف ده عتاوله. ما انا ما فتحتش صدفه ده والله، لو انا عارف ممكن لو كنت فتحته كان انتزع جائزه المركز الاول من العتاوله، بس انا اصلا ما قدرتش افتحه. مش عارف هل ده يخليه اسوأ ولا لا. اسوأ، بس انا اسوأ ما ابتديته كان العتاوله. انا اسوأ ما ابتديته لان انا برضو ما ابتديتش صدفه، فاسوأ مسلسل رمضاني هقول انا نسيت اسمه، يا نهار اسود والله كان في دماغي دلوقتي. بتاع مين؟ مش العتاوله، لا استنى، انا بدات ايه في العتاوله، يا نهار اسود والله العظيم كان في دماغي دلوقتي حالا حاجه غير العتاوله. نعمل افوكادو يا عم، نعمل افوكادو يا عم. لا ده انا اقول لك بقى نعمل افوكادو احسن من العتاوله، وعديني وما تقاوحش معايا يعني، بقول لك عدي وما تقاوحش معايا، بس عارف اللي هو ايه، عدي. حاضر معلش، انا في جايزه نسيت اقولها. إيه؟ في الافضل هنرجع لها في الاخر خالص، تمام؟ وهحرق عليها انا، دي غلطه مني انا. اوكي. طيب اسوأ تمثيلي شفته في رمضان. انا ما شفتش صدفه، فانا بتكلم يا اسطى مش محتاج تشوف عشان جيت ريهام حاجه عشان تعرف ان ده اسوأ ده تمثيلي. مش محتاج تشوف سعار ده سعار، مش محتاج تشوفه. تاني الكوميديا از اباوت كونتكست، فانا ما اقدرش احكم. كوميديا ايه دي كوميديا ايه؟ ماشي يا عم. بص، من اللي انا شفته الاداء الاسوأ
صعبة قوي دي، صعبة، في كتير مش حلوين من الاخر يعني، في كتير طب ما تخش انت، ممكن تديني اسيست. انا هقول لك حاجه، افكر لان انا محتاج احط موبايلي على الشاحن بسرعه وارجع، طب فكر لحد ما يعني عشان سيبي ريك شغاله، هقص فاصل فكر فاصل فكر. فاصل اعلاني. لا مش قصدي. عشان مش قاعد دلوقتي المفروض يا نهار افكر. اسود. فكروا معايا يا جماعة، مين الأسوأ؟ هشارككم بصوت عالي الحاجات اللي في دماغي. انت بتكلم نفسك، انت بتكلم نفسك، انا لا هقص الحته دي. ليه انا بتكلم مع جمهوري. المسلسل الأسوأ في الأداء التمثيلي الأسوأ في رمضان. صعب. انا رجعت. ماشي. قول انا لي رجعت قول في لي بس قول. مشكله صغيره، الموبايل بقى هنا فانا مش شايفك تمام. عادي أنا عادي بص عادي كده عشان عادي عادي، الكاميرا. انا ابص الكاميرا واتخيل ان انا انا شايفك. متخيلك دلوقتي. طيب. انا متخيلك دلوقتي. قول لي انت اسوأ شايف ايه؟ اداء تمثيلي، يعني ارهام حاجة، في اكتر من اللي ارهام حجاج عملته في انت المسلسل. برضه انا يا اسطى هتختار مفيش ريان حاجه. حجاج. يا اسطى شفت ليه؟ مشهد 5 دقايق، 5 دقايق بس الممثله بتمثل، خارج منه حاسس ان انا محرج، مش متضايق، مش محرج. انا مكسوف، انا مكسوف. عارف لما تشوف حاجه محرجه جدا تحصل قدامك فانت تتكسف من كتر ما هي محرج؟ انا محرج جدا من اللي بيحصل، ومحرج جدا من الناس اللي واقفه، انا محرج. انا عايز اداري وشي اللي هو انا ما شفتش حاجه. عارف يا اسطى لما تخش، عارف لما تخش، لا عارف لما تخش على حد بالغلط مثلا في اوضه وحد من صحابك مثلا وهو بيغير، تقوم عامل ايه ده ايه ده، لا ما شفتش حاجه، والله العظيم ده اتعاملت مع نفسك كده اللي هو انا ما شفتش حاجه، ما شفتش حاجه، ما شفتش حاجه. صعب 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 صعب، اسوأ ده تمثيلي بلا منازع. انا مش قادر اختار، مش قادر احدد، خايف اقول حد لان هو اللي في دماغي دلوقتي، وافتكر بعد كده ان كان في اسوأ منه كتير. انا مش قادر افتكر الناس الوحشه، وحاسس ان في كتير مستواهم اقل من العادي بس مش سيء. عارف اللي هو، هل ينفع اوبستين ولا ما ينفعش؟ تنفع ايه؟ اوبستين ولا ما ينفعش؟ لا جروس اند بولز، خش طيب خش. يا ربي. عندنا في اشغال شقة هل في حد كان رديء؟ لا. عندنا في بدون سابق انذار هل كان في حد سيء؟ عرفت مين الأسوأ. دور الشرير في مسار اجباري. ما شفتش، ما لا تعليق. حاجات كتير عامة، أداء كتير من مسار اجباري. ممكن أقول دور لأن هو الدور مش كمان، هو مش الأسوأ قوي يعني، لو فكرت في المسلسل في حاجة أسوأ منه، بس هو دور أساسي وحقيقي كان وحش. أنا ناسي اسمه والله. طيب اسوأ مسلسل كوميدي في رمضان، يلا نقولها مع بعض عشان نخلص بسرعه، ما نضيعش وقت. خالد نور ولد نور خالد. خالد نور ولد نور خالد ده عشان أسوأ احنا ما شفناش ممثل. الكبير. ما اعرفش. اقسم بالله والله لا ترجع، والله لا ترجع. ايه؟ والله الكبير، والله اسوأ الكبير. لا انا هفضل عند والله لا لأن ترجع، انا ما شفتش والله ما لا شفتش ترجع. ولا حلقة انا من شفت حلقتين، والله الكبير، والله لا ترجع. انا اسف، ده ما- خالد نور ده عسل. ما شفتش فما اعرفش. كمل. والله لا ترجع. ماشي. انت بتلعبها سيف قوي انت، ها؟ لا انا ماشي. بلعب في اللي انا شفته، ما المهم. انا ما شفتش، مش جايز لما اتفرج كنت اضحك، ما الكوميديا نسبيه. يا ممكن باشا أتفرج يا على باشا شوية يا تعجبني. باشا يا باشا يعني انا دلوقتي ابعتك اقول لك اتفرج على يعني انت يا اسطى في اسامي لما هكلمك في الموضوع ده بعدين يا باشا. ماشي. الجواب باين من عنوانه، الجواب باين من عنوانه، والله بقعد اتفرج عشان ازعل. بكره الكونتكست ده في السينما، بس كمل خش على ده. انا بكره الكونتكست بتاع انت اتفرجت عشان تحكم، والله بقعد اتفرج وبيفضل رايي صح. باينه قوي يا جدعان، العوامل باينه قوي، باين قوي مشاكل المخرج فين، باين قوي مشاكل الكتابه فين، باينه قوي ومش هتتغير. مفيش حاجه اصلا، مفيش حاجه سحريه هتحصل تخليهم يغيروا في وسط الحلقات. باينه المشاكل الواضحه، باينه. في حاجات ممكن تقول ممكن تتغير، في حاجات باينه. ماشي يعني كمل. طيب اسوأ ممثل كوميدي في رمضان من اللي شفناهم، عشان ده تمثيل فلازم نحكم على اللي شفناه فعلا. دي حاجه شيكو. ولا لسه قايل حجاج قوي صح. لسه ايه؟ لسه قايل بقول لك لازم من اللي شفناهم عشان ده تمثيل ولازم نحكم على التمثيل صح وبتاع، وانا لسه حالا قايل حجاج اسوأ. لا انا شيكو، لان انا شيكو كمان عارف، شيكو كمان مش الاسوأ قوي ممكن. شيكو لان شيكو عنده اكتر من كده بمراحل. عارف لما ميسي او رونالدو ينزلوا الماتش ما يعملوش حاجه وحشه بس ما يعملوش حاجه حلوه. لا هو ده ميسي. فلا شيكو عشان شيكو بجد احسن من كده بكتير.
انا اتفق معاك برضه، وانا كنت اقول نفس الكلام. اسوأ ممثل كوميدي في رمضان بالنسبه لي هو شيكو، لان ده حبا في شيكو والله انت العظيم، شيكو انه بجد عنده انت عنده شيكو كتير. يعني اللي بيحصل ده ما ينفعش يعني اللي بيحصل ده انت ازاي ما وقفتش في وسط اللوكيشن وقلت لا يا جماعه ما ينفعش، لا يا زي ما جماعة قلتش قلت لا ايه يا جماعة القرف مش ده لاقي. ازاي ما خدش بالك. انت زي ما قلتش انت زي ما انت بتعملها ما حسيتش ان دي يعني يلا ما علينا ما اللي علينا. بعد. انا بحب شيكو فمش عايز برضه ايه اخبط في الكلام قوي لان انا بحب الراجل يعني. اوكي. المهم اكتر مسلسل محتاجين نخلص، عايز اقوم اكتر مسلسل عشمك وغدر بيك بقى عكس الناحيه التانيه مسار اجباري عشمني واداني بدون بالجزمه. سابق انذار. انا بدون سابق انذار. انا شرفيا بدون سابق انذار تاني افضل مسلسل في رمضان. نعم والله. انا الكاميرا بص هنا ساب شايفك الكاميرا بس أنا بصيت لك وجالي دلوقتي. ساب الكاميرا وجالي. انا بصيت لك دلوقتي. نعم. والله العظيم انا بجد حبيت. طب حلو قوي. انا هعمل انا قلت لك في حاجه نسيت اعملها. تمام. ماشي انا قلت بدون سابق انذار. طيب اخر حاجه قبل ما نخش على الفاينل بتاعنا خالص. في حاجه جايزه شرفيه عايز تديها منك لحد. فكر عبال ما انا عايز اديها. انا عايز ادي غناء التتر والاحلى تتر للحشاشين وائل الفيشني. انا بجد كنت بقعد اتفرج على التتر واسمعه واتكيف. تتر حلو قوي بتاع الحشاشين. وائل الفيشني. تمام. احسن دي جايزه شرفيه مش انت تتفق معايا يعني عايز تقول عندك حاجه تقولها فيها قول. حاجه انا بديها يعني احسن موسيقى اتعملت لمسلسل سمعتها هتبقى بالنسبه لي مناصفه بين الحشاشين، لان الموسيقى اللي هي بتاعت اول مشهد خالص لما خلى واحد يرمي نفسه قلعه. الموسيقى بتاعت كمال عبد العزيز وهي بيلف اللي هي دي عبقريه حلوه قوي ومناسبه. وتاني احسن موسيقى في رمضان وانت تتفاجئ من اللي انا اقوله دوت ساري هاني العتاوله. موسيقى حلوه جدا. انا مش هتفاجئ معاك. انا هتفق معاك قوي في العتاوله الحشاشين حلوه جدا. العتاوله موسيقى العتاوله حلوه جدا. انا فتحت سمعتها لناس صحابي ما بيتفرجوش على المسلسل اللي هو قلت لهم انتوا سمعتوا الموسيقى سمعتوا العتاوله لا استنوا اسمعكم. وفتحت جبت الموسيقى الثانيه بتاعت طهران اللي بيقولوا متاخده منها وانا متاكد ان مش متاخده منها يا جماعه. هي فيها نفس الالات بس مش معنى ان هي متاخده منها شبهها بس مش متاخده منها يعني. هي سنبله يعني حاجات تكنيكال قوي في الميوزك يعني عادي يعني يا جماعه من الاخر كده عشان برضو بحاول اذاكر الموسيقى بقالي فتره. اصلا الكوردات اللي بتشتغل ثوابت شويه يعني في كوردات معينه معروف اخر 50 سنه دي بتشتغل فعشان كده ساعات كتير تسمع حاجات شبه حاجات. اسمع لي يعني حد يجرب كده يركز في مزيكا عمرو دياب. طيب لو عايز ادي جوائز شرفيه انت جيت لي في ملعبي بقى والله اعمل لك بودكاست على مزيكا عمرو دياب ماشي ما علينا. عامل مركز قوي في كوردات عمرو دياب. انا مبتدئ قوي في حته الموسيقى. انا لسه ببتديها قوي وفي بدايتها يعني. اسمع لي تعالى بقى نرجع الشرفيا. عندي اكيد انت اللي انت قلت متفق معاك فاقول لك بقى اللي عندي. شاهين اداء تمثيلي عبقري. لا سيبك من اللي احنا ذكرناهم شرفيا مش اللي هو الحاجه انت عايز شرف يعني عايز حاجه جايزه تانية خالص كاتيجوري تانية في دماغك انت عايز تقولها ترميها. ماشي كاتيجوري تانية في كاتيجوري تانية. تعالى كده ناخد كده ثانيه كده نعدي على مسلسلات مسار اجباري. لو ما فيش عادي ممكن نتحرك. لا عايز اعدي الموضوع ده قوي انا عمال اضبط هنا عشان اشوفك. مسار اجباري ما فيهوش انا بص قدامك وهتحس انك شايفني خالص. مسار اجباري ما فيهوش حاجه شرفيه. لحظه غضب انا متخيلك دلوقتي قلناها. عندنا ايه تاني عدينا عليه. يا رب انا ليه مسلسلات بقت من دماغي. الحشاشين عدينا عليه. بدون سابق انذار عدينا عليه. مفيش مش عارف تقريبا غير اللي انت قلتهم ان حته الموسيقى متميزه في دول. ايه تاني شفناه اصلا. كوبرا ما فيهوش اي تميز يعني الصراحه برضو. يعني ما فيهوش حاجه مميزه. هنصدق نسيت احنا اتفرجنا على ايه. في حاجه انت كنت عايز ترميها ونسيتها على فكره اقولها لك انا عشان نتحرك. قول. الايديتنج بتاع الحشاشين. الاديتور يا ابن اللعيبه نسيته. جماعه الاديتنج في الحشاشين عيب عليك. انتوا بجد مش واخدين بالكم قد ايه الراجل ده عامل كاري. حاجه مش هياخد بص سرد كتير قوي من الاخر. حاجه مش هياخد باله منها حد غير حد ذاكر قوي اديتنج. لا حد متمرس اديتنج بقاله كتير. وانا اصلا قبل بقى ما اتعلم اي حاجه في الدنيا انا اول حاجه ابتديتها وانا صغير كانت الاديتنج. يعني دلوقتي لما اجي احسب سنين حياتي يا عين ودي حاجه حزينه يعني اكتشف انها تقريبا بقادت بقالي 7 أو 8 سنين. فانا عديت على كتير قوي في الاديتنج وانا شايف قوي الانبوت بتاع الاديتور بتاع المسلسل. انا متفق معاك على فكره. شابو فكره كنت عايز اقولها بس سبتها لك انت تقولها وانت نسيت وضيعتها. عشان انا فاكر ان احنا بنتكلم قبل ما نقفل بسرعه كده. توب 5 في رمضان. احنا كده عارفين ان الاول لحظه غضب. انا هقول انا هقول التوب 4 مش عايز احط 5 اصلا من الاخر كده.
لحظه لا غضب. لازم تحط 5. لا 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 لازم لازم؟ تحط 5 معلش. ماشي لازم، يا عم عشان خاطرك. طيب لحظه غضب توب 1. اقول انا الاول، هم في دماغي ولا انت عايز ماشي تفكر؟ لا ابتدي عادي. لا عادي. طيب لحظة غضب اول حاجة. تاني حاجة هقول الحشاشين. اوكي تالت حاجة هقول اشغال شقة. تمام. وانا انا مش متفق يعني، انا ذات نفسي متلخبط من احسن من ايه، بس انا الحشاشين يعني يعني كان اشغال شقة احسن منه لولا بس نهاية حسن الصباح دي خليته ياخد بوينت زيادة عندي. اوكي تمام. تالت حاجة هقول اشغال شقة. رابع حاجة هقول امبراطورية ميم. وخامس حاجة من اللي انا شفتهم للأسف لان انا بتكلم عن مسلسل كمجمل هقول بدون سابق انذار ولكنه وحش. بس هو ده احسن من الباقي اللي انا شفتهم. خلاص اللي بعد اللي تحت كده ما فيش طيب حاجة. طب يا سيدي تعالى انا بقى. انا هبتدي لحظه غضب. هنزل منه عكسك تمام بقى، هنزل منه على بدون سابق انذار. هنزل منهم على الحشاشين في المركز الثالث عندي. المركز الرابع اشغال شقه. ومع ان مشكلتي هتبقى في المركز الخامس. انت هتزنقني في المركز الخامس. ارمي بقى من الوحشين، ارمي من الوحشين. انا على فكره متخيل انت ترمي ايه، بس مش عارف مش عايز ترميها يعني. ايه هو مين؟ مفيش غير اتنين من إيه؟ كلامنا، مفيش غير اتنين. هو يا اما ترمي مسار اجباري يا اما ترمي كوبرا. اكيد مسار اجباري. خلاص كده. مسار اجباري. طب خلاص مسار اجباري. وهي طب ما هي استحقها سهلة عامه. إيه؟ عامه مسار اجباري مش اصلا انت متوسط. تطلع ميتين علينا ليه؟ ماشي حلو. ده كان بودكاست حنيكه حنيكه سينمائيه فارغه. حلوه كملتش تعالى يا ليه؟ نصارى، تعالى يا نصارى، تعالى يا نصارى عشان انت تعبتني يا ما نصارى. تعالى يا كملتش نصارى. معايا ليه؟ ده كان تعالى يا نصارى بس. ده كان كانت ماشيه بودكاست حلو. حنيكه. اتفضل. ده كان بودكاست حنيكه حنيكه سينمائيه. سينمائيه فارغه. يا ابني بقى يا ده ابني كان بودكاست حنيكه. لا بس عايز ايه فرغه عشان مش عارف قلبت عمرو سوحي. خليتني قلبت عمرو سوحي دلوقتي. يا ابني تعمل لايك سبسكرايب انت. انا مش عارف هي ظبط عندك ولا لا، بس عندي هي متقاله مع بعض بالظبط. ما انا عندي بالظبط. انت هتطلع عينينا في الايديت عشان اظبطها خالص. ده كان بودكاست قولها يا نصار انت لوحدك. لا خلاص انا والله كانت عجباني العظيم كانت عجباني ان انت والله قال- العظيم انا قايلها. لا كانت طب عجباني ان انت والله قال- ما قايلها. يا طب عم. والله خلاص. لا والله انا اتقمصت. ده والله كان اتقمصت. بودكاست حنيكه سينمائيه فارغه. خليكم فاكرين الكومنتس هي مكان امن جدا 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 انك تقول لنا رايك في المسلسلات وايه اللي عجبك وايه اللي ما عجبكش وتختلف وتتخانق وتعمل اللي تشتمنا. نفسك فيه. انا مش متفق مع تشتمنا الصراحه يعني، انت بس ممكن تقول رايك ونتكلم زي الناس العاقله يعني عادي. ما تنساش تعمل لايك سبسكرايب فولو لكل البيجز والحاجات دي كلها. وقولوا لنا عايزين ايه الاسبوع الجاي. يعني برضو احنا لسه مش راسيين هنعمل ايه بالظبط الاسبوع الجاي، فلو عندكم توبكس عايزين نتكلم فيها يا ريت تسيبوها لنا في الكومنتس. هو في توبيك هيبقى الناس هتقول عليه هيبقى توبيك واضح جدا والمفروض منطقي نعمله. عادي بس ممكن هو في الاسبوع اللي مشكلة بعده صغيرة. ممكن الاسبوع اللي بعده عادي. هي لا في توبيكس واضح جدا بس هي فيها مشكله اللي هو صغيره العيد. عايز اوضحها للناس. افلام العيد يا جماعه مش عارف يا جماعه افلام العيد لان انا في انجلترا فما فيش غير فيلم واحد بس اللي موجود عندي. وانا كاحمد برضو اكتشفت انا ماليش مره اتفرج عليهم كلهم. لما بصيت على التريلرز وكده حسيت ان انا شفت اول واحد منهم بس مش هتكلم عليه دلوقتي. بس مش مره اتفرج عليهم كلهم الصراحه مش قادر. في حاجات وحشه قوي السنه دي. نشوفكم الاسبوع الجاي رمضان ان شاء الله. يجي لكم السنه مش عارف انا كنت هقول يعني ان شاء الله كل سنه طيبين بمناسبه العيد اللي هيكون خلص من حد تنزل غالبا. ونشوفكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي او اللي بعديه لسه مش عارفين هنعمل ايه. وكل سنه وانتم طيبين وربنا يتقبل منكم صالح اعمالكم في رمضان. ورمضان الجاي يجي عليكم ان شاء الله على خير عليكم انتوا واهلكم وحبايبكم. وربنا يسترها على اهلنا واخواتنا وحبايبنا في غزه وقاطع ما تبقاش وبس يا كده. السوداء على أشوفكم قله على خير. الادب. يلا يا شباب سلام. اشوفكم على خير. سلام.